يعني انا نبغي نمشي نتريني معاه ما نقدرش. كل التمارين اللي فيها شدة عالية جدا بيحصل ايه؟ جسمك بيفرز هرمون كورتيزول. بالنسبه للمرض السكري جاك من يعني سوء نمط العيش ولا جاك عن طريق الوراثه؟ الدرجة الأولى هو البنكرياس مش بيفرز أي أنسولين، بتصير خلاص مش شغاله. بس هتبقى عامل حسابك إن في وقت الهاي انتنسيتي بتاعة التمرين السكر هيعلى. مثلا اول ما يصحى شو تنصحه يسوي؟ واول ما يدخل التمرين شو تنصحه؟ الانترميتنج فاستنج. يعني اي مريض سكري تنصحه انه يبطل كربوهيدرات. in the morning and the full egg. والله بيضة كاملة، بيضة كاملة. يوسف اللغة العربية بيحاول يخش شوف اللغة العربية هنا وهنا. جسمك عارف ازاي يكسر البيضة ويوزعها زي ما هي. انا باكل يعني في اليوم مينيمم 10 بيضات 10 بيضات كلهم؟ كل يوم؟ زي ما هم. هل كل البودي بيلدرز اللي بيعملوه ده صحي؟ لا، هو ما عايز عنده يوصل علاقة، له. ما عنده علاقة بالصحة. كل ما بتدخل كربوهيدرات عاليه كل ما البنكرياس بتشتغل اكثر. شو الفرق بين الجرعه اللي بياخذها البودي بيلدر؟ ياخد انسولين عشان الانسولين هيساعده يحرق الاكل بسرعه ويوزعه، يوزعه. فياكل فريكونسي كتيره. يمكن في اي لحظه يوقف عليه عضو. لما عرفت انه انت مريض سكر ما جاش في بالك انه انت حتموت قريب؟ السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في بودكاست جديد عاوتاني. راه كاين سميه اش نسميه؟ مازال بسميه 1 تو 1 1 تو 2 1 2 212 مزيانه وهيلثي لايف ستايل. هيلثي لايف ستايل. المهم حنا غنشوفوا واش نسميوه، مازال غنسميوه. المهم بودكاست مرحبا بكم. معنا واحد الضيف اليوم، ضيف أيوة. مصري اللي اتليت كبير وعنده مرض سكري، وغادي نشوفوا كيفاش وصل لهاد النتيجه هذه وعايش هاد الحياه العاديه بحالنا بحاله. سلطان انا كنعرفه من شحال هذه. هو واحد الانسان مريض بالسكري ولكن التمارين ديالو قويه. يعني انا نبغي نمشي نتريني معاه ما نقدرش. تبارك الله المستوى ديالو طالع في الكروس ترينين. تركيزك كروس ترينين وكروس فيت. كنت بعمل كروس فيت، دلوقتي ما بعملش كروس فيت، بس كنت بعمل كروس فيت. بس الستايل اللي صرت بعد تعملها الايام موفمنت. شو ولكن خويا سلطان قبل ما نبداو قدم لنا راسك. انا محمد سلطان، مصري. الله عليك. الله. نمبر 1. لا مفيش نمبر 1. كمل. شغال في مجال الرياضه بقالي حوالي 16 سنه من 2009. انا بعرفك 7 سنين. مظبوط، من اول ما جيت دبي كنت لسه فرفوش. كنت لسه فرفور. جالي السكر وانا عندي 24 سنه ودلوقتي عندي 36، فخلينا نقول 12 سنه مثلا. كنت بعمل بادي بيلدينج عادي، وبعدين 2019 بقيت اعمل كروسفيت، و I got ranked the fittest diabetic athlete في Arab World ما شاء الله. سنتين ورا بعض. ما شاء الله. كنت بعمل كروسفيت، وكنت mainly I got ranked يعني احسن افضل لاعب كروسفيت عنده السكر. ده وانت عندك السكر ما شاء الله. ما هو جالي عشان عندي سكر فخدت الرانك ده بس. ودلوقتي mainly غيرت شويه اللي انا بعمله الكروسفيت، وبقيت اعمل حاجه اسمها موفمنت. شو التمارين الموجوده موفمنت بقيت بركز. الكروسفيت كنت مدي وقت اكتر في التمرين جامد جدا، القوه والسرعه. يعني كروسفيت كنت بحاول مور كارديو كتير وويتس كتيره وكله كتير، كان في عناصر رياضيه ما كنتش مركز فيها قوي، زي المرونه والستريتشنج الموبيليتي والفلكسبيليتي، ما كنتش مركز فيهم قوي. فجسمي دي بقى شويه اتلخبط، يعني ستيف، فيري ستيف. يعني انا بحاول ان انا ما اتكلمش انجليزي. لا عادي. فعشان كده بقى جسمي بقى فيري ستيف، فيري ستيف، وبقى فيه عضلات يعني مشكله كده وتايت ضيق وكده. ففي 2022 شفت صورة ليا وانا حد بيصورني من ظهري، فلقيت شكل البوستشر بتاعي، القوام شكله نزل تحت كده، فاتضايقت جدا. اليوم ده بطلت كروسفيت وبقيت اعمل موفمنت. الموفمنت ايه؟ الموفمنت هي كلمة الشكل اللي انا بحاول اعمله، بحاول ان انا اكتر بستخدم وزن جسمي، بتحرك بالراحه جدا. كل التمارين اللودز فيها او الاوزان فيها قليله جدا، وبحاول ان انا اتحرك بالراحه. انا اللي بكنترول مينلي الوزن والشده بتاعه التمرين، بقد ايه بتحرك، ايه سنتريك فيري سلو. وبحاول ان انا بعمل لينثنينج، اطاله اكتر بكتير من كومبريشن، من ضغط العضله. يعني بحاول ان انا اجيب مدى حركي طويل جدا.
على قد ما بقدر، مش بس كومبريشن، بحاول اعمل لينثنينج مدى حركه طويل، وبحاول اتحرك في دايركشنز مختلفه. يعني احنا الاغلبيه بنتحرك لقدام، بنتحرك للجنب بسيط، بنلف في يومنا، يعني قصدي حركاتنا يومنا حتى في تماريننا بنعمل كده بسيط جدا. فبحاول ان انا اتحرك في دايركشنز او في اتجاهات شويه مختلفه. بالجنب اكتر بعمل للعمود الفقري بعمل له شويه روتيشنال موفمنتس كتير. فبحاول بكرييت او بالف تمارين تخليني تساعدني ان انا اتحرك في كل الدايركشنز واعمل لينثنينج. That's very good. وسؤال، النوع التمارين هذا شو استفدت منه؟ استفدت بس للناس يستفدوا بس. استفدت منها. اقول لك على حاجه والله العظيم، بقالي حوالي دلوقتي 2 بعمل كده. من احلى فترات حياتي في شكلي، وفي قد ايه حاسس شكل جسمي كمان. والسكر انا شايف ما شاء الله نشفت اكثر عن الايام. بقيت انشف كتير جدا ايام جدا. كنت بتعمل كروسفيت ما كنتش ناشف نفس دلوقتي. ما كنتش، لا ابدا. ودي ممكن يعني هنتكلم فيها اكيد. وعمر ما السكر ظبط معايا بقى ستيبل وكويس زي الفتره دي لما عملت التمارين. ما شاء الله. خلينا نبدا واحد السؤال اللي بديهي، انه الاتليت ديالنا عنده مرض السكري. واش واحد فيه السكر ممكن يمارس الرياضه كشخص عادي؟ فهمتي؟ يعني خليني شوف بلاش انا نشرح لكم حاجه. الدراري السيد راه مصري، دونك غادي نحاول اللغه ديالي ما غاتكونش مغربيه 100%. راه نسيت راسي، انا اسف والله. انا نهضر معاه شويه باللغه بيضاء. ما عرفت اللغه بيضاء هذيك واش هي بوغا يعني اسالني سؤال بالمغربي، انا حنسولك بعدين اسالني سؤال اوكي. على سوق اسولك عادي، لانه المغاربه بيفهمون كل شيء. المغاربه الشينوا بيفهمون والله العظيم. يعني ايوه والله بشكل أيوة. يا حبيبي يعني ممكن واحد مريض بالسكري، مرض سكري، ممكن انه يمارس رياضه بشكل عادي طبيعي مثل انسان عادي. مفهوم 100% طبعا. يعني ممكن طبعا ممكن. انا قدامك عملت كل يعني مور اور ليس كل انواع الرياضه. كنت بعمل بادي بيلدينج فتره كبيره من العمر، وما قابلت ميشا كنت بعمل بادي بيلدينج، وبعدين من ساعتها او بعديها بشويه صغيرين بقيت اعمل كروسفيت. من اعنف الرياضات اللي ممكن اي حد يعملها، ان هي بتجمع كل العناصر الرياضيه مع بعض. فانت محتاج تبقى سريع وبتجري وبتعمل اوزان وبتنط وبتشقلب كل حاجه في نفس الوقت. ما كتشوفش ما بتشوف اعراض وسط التمرين او بعد التمرين؟ ما بتشوف اعراض انه في ده سؤال كويس قوي. لا مش كده، ده سؤال كويس قوي، بس ليه حته كده. كل التمارين اللي فيها شده عاليه جدا بيحصل ايه؟ جسمك بيفرز هرمون كورتيزول. يعني اي حاجه فيها شده عاليه جدا أكيد. او بتحط جسمك تحت ستريس، تحت ضغط، جسمك بيفرز كورتيزول. الكورتيزول بيعلى في الجسم. فما الكورتيزول بيعلى في الجسم، السكر كمان، مستوى السكر بيعلى في الجسم. يعني شو هيحس دوخه ولا هيحس؟ لا بالعكس. اما السكر بيعلى بتحس ان انت شويه مهبط، سن ريقك ناشف، طبعا ما عندكش طاقه جامده جدا. ده بالنسبه للمريض السكري. بالنسبه بس الناس عادي انا بيحس عادي. بالنسبه هيكون طبيعي. لو عمل شده طبيعي، لو عمل شده عاليه الكورتيزول برضه هيعلى اكيد. بس هو اما السكر يعلى في الجسم، البنكرياس عنده هيطلع انسولين، هيفرز انسولين، فهيحرق السكر اللي موجود في الدم. لكن انا او مريض السكر لو عمل حاجات فيها شده عاليه جدا، لازم يبقى عامل لو هو هيعمل او بيمارس رياضه عنيفه او فيها شده عاليه، لازم يكون عامل حسابه ان السكر بيعلى في وقت التمرين ده، في وقت الشده دي. أوكي. او في وقت الضغط ده. بس شو تحب تعطي شي سؤال؟ كمل انا بعدك. انا بعديني مجهز سؤال بس بعديني. اوكي بعديني. يعني شنو الاحتياطات اللي لازم مريض سكر، يعني بالنسبه للجمهور اللي يتفرج فينا الحين، شنو الاحتياطات اللي ممكن ياخذ واحد مريض بالسكر؟ نزول شنو يقولوا والله يعني السكر ينزل في وقت التمرين. في وقت التمرين يعني شنو الاحتياطات اللي لازم يسوي عشان ما يجي دوخه وما يسخف؟ ما يسخف ولا ما يسخف؟ ايوه يعني ما يغتال. والله ما اعرف بس ما فهمتش يسخف. باش ما يدوخش يعني. لو السكر لو حد يعني داخل يتمرن والسكر بيوطى منه في التمرين، طبعا اكيد هيكون معاه حاجه سريعه. يعني لازم دايما معاه حاجه، لازم معاه حاجه في الشنطه، حاجه سريعه يعني بنانا ولا تمر ولا تمر كويس، تمر اي حاجه تكون امتصاصها سريع، عصير عصير صح، عصير بسرعه اي حاجه اي حاجه يكون الامتصاص بتاعها سريع.
لا اما في شوجر باكتس كده بيكون موجوده بنشتريها بنخليها معانا ساعات، تمر، عصير. سؤال اخوي سلطان، بالنسبه للمرض السكري جاك من يعني سوء نمط العيش ولا جاك عن طريق الوراثه؟ ده سؤال كويس، وسؤال ليه اجابه شويه اطول سنه من شكل السؤال. السكر نوعين، اوكي، تايب 1 او الدرجه الاولى، وتايب 2 اللي هو الدرجه الثانيه. الدرجه الدرجه الاولى بيجي للاطفال او الاغلبيه ممكن لحد قبل سن ال30، اوكي، وممكن يبقى في مضاعفات بعد كده ويجي. الدرجه الاولى هو البنكرياس مش بيفرز اي انسولين، بتصير خلاص مش شغاله. مظبوط، زي طفل صغير عنده سنه او سنتين وعنده مريض بالسكر، فده البنكرياس عنده ما وقف، او في نسبه بسيطه جدا من الانسولين البنكرياس بيخرجها او بيفرزها، ومع الوقت هتقف النسبه دي، فده بيحتاج انسولين خارجي يخش له يعوض أوكي. الشغل بتاع البنكرياس. ده الدرجه الاولى. فالدرجه الاولى البنكرياس doesn't produce any insulin. ماشي، ده اللي هو عندي انا. البنكرياس على فكره هو المسؤول يوم الجسم بيدخل له اكل، هو المسؤول انه بيفرز انسولين عشان يشيل الاكل ويوزعه على الخلايا، صح؟ مظبوط، في جزء مظبوط، وفيها حته تانية ممكن نزودها. اي اكل بيتحول سكر، ايوه، يعني الكربوهيدرات او السكر، الرز، العيش، المكرونه، البطاطس، اي اكل هيتحول بعد كده سكر او سكر على طول سريع. هذاك يكون اخطر، يعني السكر السريع ايه. اسرع كتير طبعا. ايه. يعني ده ممكن يحتاجه في وقت لو السكر واطي، لو السكر بينزل زي ما سألتني من شويه، او هيكون خطير ان هو هيكون سريع جدا فهيعلي السكر بسرعه جدا. فده الدرجه الاولى. البنكرياس ما بيخرجش مش بيفرز اي انسولين، وده ملوش اي علاقه بنمط صحي مش مظبوط، ولا ملوش اي علاقه، هو جيناتكس. البنكرياس هيقف، وقف بقى في الفتره دي وهو صغير طفل، هيقف بعديها في شويه عنده مده معينه البنكرياس هيقف، او حاجه تريجرز او صحه عملت لك حاجه فصحه البنكرياس او عملت له مضاعفات ان هو يقف. اوكي، بس هو هيقف، البنكرياس هيقف. ده تايب 1، فهو جيناتكس ملوش اي علاقه بنمط حياه. تايب 2 البنكرياس اللي هو بيجي بقى ده من اللايف ستايل، لو في شكل العيشة مش اكل مش ظريف، اوفر ويت، الراجل وزنه الفات الدهون كتيره، في مقاومه انسولين في جسمه، العيشه الوزن زايد، كل ده، او الاكل مش مظبوط طبعا لفتره شويه من العمر بيجي الدرجه الثانيه. الدرجه الثانيه ده هم كتير مختلفين. البنكرياس بيطلع انسولين عادي، بيفرز انسولين، بس الخلايا نفسها مش بتمتص الانسولين وتوزعه اللي بنسموه مقاومه الانسولين. مقاومه انسولين مظبوط، والخلايا بقى فيها مشكله وجسمه عامل مقاومه انسولين، عامل انسولين ريزيستنس، والخلايا نفسها مش بتمتص الانسولين كويس. ده بياخد دواء، وممكن لو البنكرياس ضعف شويه ياخد مره انسولين في اليوم. فهم كتير مختلفين. الدرجه الثانيه سهله واسهل كتير، وممكن الواحد يتحكم فيها، تمرين وممكن تروح طبعا بنسبه كبيره لو احنا اشتغلنا كويس. طبعا تروح. هو جسمه يعني يتعافى طبعا 100% ما ترجع، او لو ترجع لو فضل بنفس النمط. هو جسمه عامل مقاومه انسولين، جسمه مخزن انسولين كتير وبيقاوم الانسولين اللي البنكرياس بيخرجه. هي دي معنى كلمه مقاومه انسولين. وفي نفس الوقت الخلايا اللي موجوده في النص اللي بين البنكرياس وبين الجسم اللي هتفتح عشان تاخد السكر فيها مشكله في العمليه دي، فبياخد دواء. فلو ظبط نظام غذائي كويس مع تمرين ومع تمرين بسيط، عنده نمط حياه كده شويه شكله صحي، طبعا يتعافى ان شاء الله. أوكي. بس اخويا في يعني تمارين لازم انه يحافظ عليها الواحد اللي يكون مريض بالسكر، او يتمرن عادي 100%. يعني في حاجات بتساعد جدا ان السكر يكون متوازن وستيبل وستيدي كده. المشي، اي حاجه فيها يكون ستيدي فيس، يعني ماشيه بشكل الشده بتاعتها متوسطه وبس طويله. مظبوط. اوكي. ده يساعد جدا جدا ان السكر يكون كويس في الدم، زي المشي، زي جري بالراحه جدا، جوجينج كده بالراحه، سباحه، سايكلينج. ممكن برضو تمارين تكون الشده بتاعتها متوسطه، لو انتنسيتي. بس هاي انتنسيتي هاي انتنسيتي لا طبعا ممكن تتعمل، بس هتبقى عامل حسابك ان في وقت الهاي انتنسيتي بتاعت التمرين السكر هيعلى. اوكي. عشان زي ما قلنا من شويه الكورتيزول عالي،
فالبنكرياس جسمك بيخرج انسولين. إيه. هو المفروض الانسان طبيعي لو عمل هاي انتنسيتي السكر عنده بينزل في ساعتها بيعلى. في ساعتها اي حد انه اي واحد بشوفه عمل هاي الأكشن انتنسيتي الطبيعي. مش جاهز لهذاك التمرين بيجي يدوخ بعديها. بس لو يعني مثلا دلوقتي انت عملت هاي انتنسيتي تريننج او حطيت جسمك، سيبك من هاي انتنسيتي، سيبك من كلمه التمرين، انت حطيت جسمك في وضع ضغط. ايوه. والنيرفس سيستم عندك في وضع ضغط، اللي هيحصل ان هيفرز عندك الكورتيزول هيعلى. فما بيعلى الكورتيزول بيعلى معاها انسولين. لا السكر في الدم. اوكي. مش الانسولين، السكر في الدم. فهنا لو بقى طبيعي البنكرياس هيطلع انسولين عشان يكسر السكر ده وينزله. الهبوط ده بيجي عشان خاطر السكر بعد كده بقى السكر ويتي في الدم، ان هي العمليه دي ما بتقعدش كتير. يعني اما البنكرياس اما الكورتيزول بيعلى والمستوى السكر بيعلى في الدم، العمليه دي مش بتفضل كتير، شويه وبعد كده بينزل تاني. فهو الحد ده ما بقاش جاهز شويه للشده دي، فبيحصل له هبوط. اوكي. سؤال، مثلا واحد مريض سكر بيتابعنا الحين، مش فاهم شو الخطوات لازم يتبعها عشان يتمرن. مثلا اول ما يصحى شو تنصحه يسوي، واول ما يدخل التمرين شو تنصحه، ونمط غذاء شو تقدر تعطيه؟ بس نصائح بس ده هايلايت. كلام سؤال برضو جميل قوي 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 قوي. انا من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا جدا ان انا اظبط السكر او احافظ على مستوى السكر في الدم الانترميتنج فاستنج، الصيام المتقطع. الصيام المتقطع المقصد منه مش لازم يكون في عدد ساعات معين ثابته كل يوم. طبعا الاحسن لو في نظام جسمي ماشي عليه وفاهم في وقت التمرين وفي وقت النوم وفي وقت الاكل، لو في مور اور لس نظام ماشي عليه وجسمي فاهمه يكون جميل جدا. intermittent fasting صيام متقطع، بعد ما بصحى كام ساعه مش باكل، بقعد كام ساعه ما باكلش، 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات زي ما بكون حاسس. وقبل ما تنام؟ وقبل ما انام نفس الموضوع، ساعتين مثلا. ساعتين. أوكي. قبل ما انام مينلي ساعتين. فبقعد اول ما بصحى ما باكلش حاجه لمده 4 ساعات 5 ساعات على حسب انا حاسس ايه. أوكي. بشرب بس بلاك كوفي، قهوه، وبعدين باكل. اول وجبه مهمه جدا جدا ان هي ما يكونش فيها بنسبه كبيره كربوهيدرات. ما يكونش فيها رز، ما يكونش فيها عيش، ما يكونش فيها مكرونه، ما يكونش فيها بطاطس. دي اول وجبه مهمه جدا 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 جدا. يعني شو الفطور اللي لازم ياخذ الواحد؟ انا بيض اجز ومعاه مثلا لو حاجه. كان مقلي فيه زيت عالي ما يعليش السكر لا مش هيعلي السكر. مش هنتكلم في زيت عالي، دي فوائده بس بالنسبه للسكر لا. اوكي. اللي هيعلي كربوهيدرات. فبفطر مينلي بيض، بعمل صيام متقطع بعد ما اصحى 3-4 ساعات 5 ساعات على حسب انا حاسس ايه. بشرب قهوه بس، وبعدين اول وجبه بتكون غالبا بنسبه كبيره هي بيض وبيضه كامله. يعني انا مش مع الناس اللي بتقول في الصفار وبياض، ده كلام انا اي دونت بليف فيه خالص، مش مصدق فيه ابدا. يعني حتى لو بتاكل 10 بيضات، الكوليسترول اللي موجود في البيض انا بصدق ان هو مش كوليسترول ضار، والجسمك عارف انه بس عشان بس الناس تفهم مزيان، تفهم مليح. 10 بيضات، الكل اللي بياخد 8 بيضات في الصبح 8 بيضات في المساء، فهمت؟ يعني بياخد صفار يعني بياخد فول ايج ان ذا مورنينج اند فول ايج. والله بيضة كاملة بيضة كاملة. يوسف اللغة العربية بيحاول يخش. شوف اللغة العربية هنا وهو بقول لك ايه من شوية قبل ما نبدأ فهمتي؟ يعني عادي انا بحكي والله بحكي مصري. شوف يعني واحد بياخد 8 بيضات في الصباح و8 بيضات في المساء. ماشي. يعني انا بقول مش اتس نوت هيلثي، مش طبيعي انك تاخذ الصفار تاع الصبح 8 بيضات 8 يعني انت ضرب 16 البيضه بالاصفار بتاعها. طب ايش معنى بتاكل كتير؟ طب ايش معنى بتاكل اللحمه زيتها بدهونها ونسبه كبيره فيها؟ لا بس مو نفس الكميه بتاع البيض. انت تاخذ 8 بيضات، بتاخذ قد ايه؟ مثلا 500 جرام في اليوم، ومعاها فراخ ومعاها تشيكن مثلا برضو نفس الكلام. بس يعني في اطباء ما بيقولوا انك ما تعدي الكميه بتاع حاجه زي كده. الأصفر. انا شخصيا ديفنتلي مش مصدق في حاجه زي كده. جسمك عارف ازاي يكسر البيضه ويوزعها زي ما هي، مش من غير البياض والصفار، زي الفاكهه كده. اول ما انت عملت في الفاكهه شلت عصرتها، شلت الالياف، انا شوف انا فهمت عليك. الفركتوز شلته وخليت الميه بس وشربتها، طبعا ده مفيش اي فايده. انت خدت فركتوز، خدت ميه بسكر، شلت الالياف، وجسمك عارف ازاي يمتصها ويوزعها بالراحه عليه في جسمك من المعده والالياف فيها، فبتقلل الامتصاص وبتخليها تتوزع بشكل سليم جدا. يعني حتى لو بتاخذ البيض كل يوم. مظبوط. انا باكل في اليوم مينيمم 10 بيضات. 10 بيضات كل يوم
زي ما هم، خلاص خليك بيض وصفار زي بعض. وانا مصدق جدا جدا ان الكوليسترول اللي موجود في البيض مش عالي، وبعمل تحاليل كل شويه. بعمل انت تحاليل اكثر عامة. واحد حتكون تعمل تحاليل. بعمل تحاليل صح، كل شويه. عشان الكوليسترول كويس آه. جدا مزيان. جدا. وباكل بيض بقالي كتير من العمر، نفس البيضه كامله زي ما هي. اشوف انا معاك في الاقتراح، لانه انا كنت بسويها. هنخش بقى اصلا طبعا يعني تعالى بس نخرج منها بس ونخش هو ايه السبب اصلا فصل البياض عن الصفار، وايه معلوماتنا جايه منين. احنا معلوماتنا في Old الرياضه مين يعني جاية ايه من old school؟ زمان. خلينا بس نكسر كده الحاجات دي تو بريك ات داون عشان نخلي الناس واحنا نفهم المعلومات بتاعتنا المصدر بتاعها اصلا كان منين وكان عملوا كده ليه. كانوا عشان يدخلوها نسبة بروتين عالية وبينزلوا الكالوريز، اللي بينزلوا الدهون يعني ينزلوا الكالوريز، بيخلوا الوجبة تكون فيها هاي مثلا هاي بروتين وكالوري نازل عشان يصير نشافة أكثر. ده الموضوع تبع البادي بيلدر من زمان. صح مظبوط. يعني احنا بنسبة كبيرة اغلبية معلوماتنا لو مش كلها بدأت من البادي بيلدينج. بادي بيلدر. ازاي بياكلوا وازاي بيتمرنوا وازاي بيعيشوا. أيوة. مظبوط. طيب هنا في سؤال، هل كل البادي بيلدرز اللي بيعملوه ده صحي ليه علاقة بالصحة ولا ليه علاقة بشكل معين؟ لا، هو ما عايز عنده يوصل علاقه، له؟ ما عنده علاقه بالصحه، ملهاش علاقة لانه هو بالصحة. اصلا بيكون بيدخل جسمه حاجات مضره للصحه. مظبوط. يعني هو حاجه يعني هيلثي لايف ستايل ما عنده. مش ده الهدف بالنسبه مو له. الهدف. الهدف بالنسبه له ان هو عايز شكل فورمة. معين وحجم معين عضلي وشكل معين، ده المفروض في وقت معين. صح. فاللي هو بياخده وبيمشي عليه كشكل نمط يومي وحياه، ده مش ملهاش علاقه بينا كبني ادمين طبيعيين. عايز يبقى شكلي كويس، صحتي كويسه، واورجنز من جوه كويسه، مش ممكن ياخد منهم حاجات. فالبياض لوحده والصفار لوحده دي مين اللي جايه من البادي بيلدينج فلسفي، الفلسفه بتاعته. وهو كلام مش مظبوط. هو عايز ياخد بروتين بس وبيشيل الفات. أيوة. وبيزود كربوهيدرات كمان عشان يبقى في حجم عضلي او يبقى في. انا المدرسه اللي انا جاي منها والسكر علمني كده جدا ان المشكله مش في الدهون الصحيه ما فيهاش مشكله. المشكله في الكربوهيدرات. انت عايز كبني ادم طبيعي حتى مش بس مريض سكر، اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نخلي البنكرياس يقلل شغل. كل ما اخلي البنكرياس يقلل شغل كل ما انا هحس كويس وهنام كويس وجسمي كل الهرمونز ستيبل، كل حاجه هتبقى كويسه لو خليت البنكرياس يقلل شغل. فهنا المشكله في الاليمنتس اللي موجوده مش الدهون الصحيه، المشكله اللي موجوده في الكربوهيدرات. اوكي. فاحنا بناكل كل حاجه، بناكل بروتين وبناكل فاتس كويسه واحنا اصلا وي ميد فروم فات. فهو الفات مش المشكله في شغل البنكرياس. كل ما اخلي البنكرياس يشتغل اكتر كل ما انا هيبقى عندي مشكله في جسمي وفي الاورجنز يعني كمان. بفهم منك انه كل ما بتدخل كربوهيدرات عاليه كل ما البنكرياس بتشتغل اكثر. 100% هو ده بالظبط. لو كده. دخلت بروتين عالي ودهون ما لهاش اي علاقه ما اي بيشتغلش حاجه تحول البنكرياس كتير. سكر هي دي اللي هتخلي البنكرياس يطلع يشتغل. انسولين. as simple as it is. خلاص رجعنا للسؤال اخوي، كملنا فانا بصحى النصائح الصبح اليوميه. ايوه بقعد انا بصحى مينلي الساعه 4 الصبح في الشتاء. ما شاء الله. بقعد لحد مثلا 4 5 6 ساعات مش بدخل اكل. واول وجبه بتكون بيض ومعاها حاجه فات، يا اما نتس، افوكادو طبعا لو متاح، سامن. ليش ما تكون متاح؟ لا يعني هنا متاح بس في بلاد كتيره مش حاجه بسيطه، مش حاجه سهله يعني. بس هنا الحمد لله يعني عندنا افوكادو الحمد لله. بس هنا اغلى فاكهه انا بشوفها افوكادو غاليه. اغلى فاكهه غاليه. اغلى صراحه قلت لك غاليه وصار والله ما كنطلع عليها شحال. في انواع أغلى كتير فاكهة. منها يعني بس يعني من لا ولكن ما غاليش بزاف. اغلى فاكهه طبعا موجوده اوكي. اغلى فاكهه ماشي غاليه. لا اغلى فاكهه. أوكي. يعني في المغرب غادي تشري افوكا ب5 دراهم. وي. هنا غادي تشري افوكا وحده غادي تشريها ب 16 درهم. لا كاينه شحال مره شفتها؟ اقل من كده شويه. لا. فهمت السؤال سيميشا يعني الاثنين ستيفي. انضف واحده، الاثنين بيكونوا ب 20 لا 20 21 يعني 10 أوكي. دراهم. جوج لافوكات ديرين بحال هكا. اوكي 10 دراهم. وفي مصر برضو كارثه. مغربي 25 درهم. غاليه. اوكي شوف دابا انت دخلتي بواحد اوكي ما ندخلوش للموضوع. دخلتي دخلتي في شي. لا مزيان. عرفتي علاش؟ باش نطرقوا هذا المسمار، لانه هنا بنادم كيتخلص مزيان. جا رخيصه هذيك اللعيبه. تما بنادم ما كاينش مزيان، دونك داك الشيء خصو يكون رخيص بزز منه. فهمتي؟ راه هي شوف اصلا البلاد ديالنا من اكبر كيصدروا الافوكا. كانت عندنا راه عمي عنده لافوكا، شجره لافوكا قدام الدار. شجره تبارك الله. والله شوف بعد المرات تنخرجوا كنلقاو بنادم معلق تما اقسم بالله.
ما فهم والو سلطان مسكين. الوجبه الثانيه يعني يعني بعد كده بعدها. باخد اول وجبه بدخل فيها بروتين وفات. مم. بحاول بنسبه كبيره جدا ان انا ابعد عن اي حاجه فيها كربوهيدرات بالذات في الفطار. وبعدين انا ما باكلش فريكونسي او عدد ميلز معينه، مش بتحس فريق. بجوع بتاكل؟ انا بجوع باكل. اوكي يعني انا برضه ضد ان انت محتاج في اليوم 5 وجبات كل حسب وجبه حركتك. مش عارفه كل ساعتين عشان خاطر السايز الجهاز الحرق والماسلز والميتابوليزم عندك يشتغل. ده كلام يعني انا صاحي وبتحرك وبجري الكلام هذا لازم توجهه للاخ اللي جنبك. لا ناس كتيره جدا لا، جدا أنا- وانا كنت واحد منهم. انا بصحى من الصبح ببدا اكل، ماشي. هو شو بنام باكل. شوف هذا من يوم ما يصحى هو ياكل وبياكل كل لا ساعتين. بس اكلي والله العظيم على حسب حركتي. بس هو طول عمره برضه بياكل الى حد كبير. بياكل 80% بياكل نظيف على طول. مش الحمد لله. طول عمره والله. يعني لو كنت بغلط كنت بتبين فيه. اي صح نعم صح بياكل صح. بياكل عامل زي البتاع بس يعني اكل نظيف. والله العظيم الحمد ده لله. حقيقي. بس هالايام شويه بس ده طبيعي كلنا من كده. اول ما عرفت يوسف صرت بخبص في الاكل اخوي. ما شو انا الاكل بس اه في يوم كله متلخبط. بكون رايح تعال ناكل سويت، انا لا حول ولا قوه الا بالله. تعال نضرب هذه. وشو وكل الحق علاش قاسك دابا راك دابا شو كذب شي دابا. شوف اكثر واحد بيحب سويت هذا. وانا كمان بحب الديزرت. دابا انا اكثر انت بتاكل سويت؟ بحبهم يعني باكل قليل مش أنا كتير طبعا. بحالك. بحبهم جدا. بس انت يا. خطر عليك سويت. طبعا خطر جدا. ميشا كتظلمني. كنشدو فيك اصاحبي. وي ولكن بنادم غادي يصحى لي بصح. انا راه وياك هو اللي يهز عليه السويت. انا وياك لا انت اكثر. كملنا الموضوع اخوي. بس انت طول عمرك صح يا ميشا انت بتحب السويتس هو اللي ما بيحب باكلش السويت. كتير. بس بتحبها جدا. ما اعرفش ما كنا يعني لا لا كنا بنتاكل ليش؟ مع بعض. لانه الاسبوع كله بضل محافظ في ده الاكل، حقيقي. والويكند بحب ادلع نفسي. دلع كملنا دلع الموضوع نفسي. أخوي. اول وجبه بتكون بعد 4-5 ساعات من ان انا بصحى بتكون بروتين بيض ومعاها يعني بروتين وفات. بروتين بعدها وفات. بتتمرن. بعديها لا بتمرن الصبح اكشلي. انا بتمرن الصبح. انت تتمرن قبل ما تاكل، بتمرن باكل يعني بكتير. تاكل عليه معده فايضه فاضيه. فاضيه أوكي. فايضه. فايضه اوكي. دي فايده. مصري زيد كمل. فلا بتمرن على معده فاضيه. وبعديها بشويه باكل برضه. مش لازم اكل بعد تمرين على طول. عادي يعني ممكن اقعد ساعه بعديها ساعتين. يعني بترفع اوزان عادي ما فيش بعمل مشاكل. بتمرن زي أوكي. ما يكون شاء تمريني الله. عندي اوزان ولا عندي حاجات أوكي. فيها كارديو ولا عندي فيها. والسكر طبعا باخد بالي منه ان هو يكون مظبوط ان هو يكون كويس. وبعدين باخد اول وجبه كده. بعدين بعديها بشويه الاغلبيه بتكون الوجبه دي على الساعه 11 12. على الساعه 5 مثلا ممكن اكل وجبه كمان. يعني انت يمكن في يومك كله وجبتين 3. كم كربوهيدرات بتدخل؟ في ايام ما بدخلش فيها كربوهيدرات خالص. في ايام ما بتدخلش والاغلبيه كده. عشان كذا نشفت. والاغلبيه كده. ايوه يعني انت تقدر تقول رايح كيتو؟ لا ما انا باكل خضار. الكيتو لا احنا ما بنتبعش اي نظام غذائي. ايوه انا مش مع نظام غذائي. انا باخد خضار قد عشان كده. بس نفهم الناس. لا هنا باخد في الفطار باخد بروتين وفات. مم. الوجبه اللي بعديها بتكون اغلبيتها بروتين وفيها فات وفيها خضار. نوع خضار معين باكل بروكلي سوري باكل سبيناتش باكل حاجه منهم. والعشاء مينلي بيكون بروتين. يعني اي مريض سكري تنصحه انه يبطل كربوهيدرات؟ يقللها الى حد كبير بس برضه يشوف الدكتور. أيوة. عشان هو بيقللها هيحتاج برضه يقلل نسبه الانسولين اللي بتخش له في اليوم. خلاص. والتمرين؟ التمرين بتمرن زي الفل. تمرين عادي وبتمرن كمان مرتين في اليوم. مرتين عادي ما شاء الله. تفضل اخوي يوسف. اخويا الحبيب حبيبي اول حاجه والله مرحبا بك بعدا نعاود نرحبوا بك. مصر الشقيقه من دوله أفريقيا. مصر الشقيقه. افريقيا. الدراري طب أنت ما شايفين يوسف راه أفريقيا؟ عزيز عليه مصر. لا شوف فيما كيشوف شي مصري كيبغي يهاجمو في الكره. لا دابا نكون واقعي دابا غنخرجوا على الموضوع. لا ما تخرجش على الموضوع. خلينا نخرجوا اخويا خليني نخرج. يلا خرج شويه ورجع. بيطلع شويه من الموضوع وبعدين بيرجع. لا احنا شوف في المغرب ومصر ديما في احتكاك طبعا. يعني في الماتشات. ولكن اسمح لي نقاطعك. والله العظيم اخر مره اخر يعني فتره يمكن 3 سنين 4 سنين صرت بشوف حب غير طبيعي من المصريين المغاربه. مش عارف ليش صاروا بينزلوا المغرب بيعملوا فيديوهات كتير. الفلوجرز تبعهم اليوتيوبرز تبعهم صاروا بينزلوا المغرب بيعملوا فيديوهات. صاروا المصريين في مصر بيعملوا فيديوهات على المغرب. المصريين اللي بتلاقى معهم هنا كلهم بيقول لك والله بتمنى اروح المغرب بحب المغرب والمغرب احنا اشقاء. يعني صار حب كبير. شنو اللي خلات المونديال يعني الورد كاب لما رحنا للسيمي فاينل اظن في يعني اشياء ثانيه حمرنا لهم الوجه. فهمتي ولا فهمتيش؟ يعني انتوا رفعنا لكم راسكم في طبعا رفعت كاب. راسنا كلنا طبعا. يعني بص خلينا نتكلم قبل المونديال وقبل الفتره الكام سنه الاخيره دي. هو مصر كان يعني كان حاط علينا جامد.
بس يعني احنا قبليكم كنا أنا حاطين عليكم. مش عايز اقول لا، أنتوا يا حبيبي، لا بلاتي، انا متذكر وانا صغير كل الماتشات اللي كنت بشوفهم مصر والمغرب كنا بنفوز. ايوه 30 سنه ما فزتوا علينا. اخر ماتش جابه من نص الملعب اللي بتاع ده السيزون ده في كاس افريقيا. وفي واحد شوطه من نص من بعد نص. ده الصغير يوسف هو اللي اداكم شوطه من برا. من برا. ايوه يوسف حجي الوقت ده. وبعد كده مصر كانت يعني مخليها. انتوا اول ما رجعتوا عندنا رجعتوا يعني حطيتوا علينا من كاس افريقيا. كاس افريقيا بس يوم ما سجل علينا هذا كهرباء هذاك اللي ما سجل الخطافي. وقبليها 2009. لا ده كان اول فوز علينا. طلعتونا بكاس افريقيا اول 2009. كهرباء خطفها. مش 2009 هذيك كانت 2000. كاس افريقيا هذيك يمكن في 2014 ولا لا قبل كده طبعا. احنا خدنا كم افريقيا يا ابني. ده انا كنت متذكر وانا جالس في مصر في قهوه فيها بس المصريين. كنت لا 2009 اول واحد يا جماعه. احنا خدنا اول واحد غير 2009 على المغرب. مش متذكر هذا. بس في عندي سؤال صح ولا انا؟ احنا شوف احنا في المغرب اخوي عشان بس نكون واضحين. سؤال جريء هذا. احنا في المغرب يعني احنا لما مصر تفوز على المغرب عادي يتقبل. بس لما المغرب تفوز على مصر الميديا الميديا يحكون كثير والحكم وهذا ويعني وبيجيبون حاجه من تحت الارض. بس احنا لما نخسر احنا عادي. المغرب احنا نضحك على راسنا فهمت يعني ما عندنا مشكل. بس لما احنا نفوز عليها مصر بيعملوا قصه. بيعملوا شوشره. هم المصريين لما لا احنا بنموت في القصص كده خلاص يعني هي مشكل هكا جدري فهمت. ده حقيقي. احنا بنموت في القصص في الحته دي. ما بنخسرش يعني ما بنحبش نخسر. مش يعني حتى لو تخسر يعني تجيب قصص صح. أيوة. لا ما بنحبش نخسر كده يعني. أوكي. يعني زي اي حد او ما بتعرفوا تخسروا. خلينا نقول هكا بنخسر في الاخر جامد دلوقتي. لا بنخسر واحنا فاهم. لانه المغرب صراحه والله بيعرفون نخسر خلاص نبدا نحكي احنا على اللعيبه. خلاص ما نحكي على فريق ثاني والجمهور ومصر عملت شيء عشان خسرنا معاه فهمت. احنا خلاص بص خلينا نتفق على حاجه. هي ثقافه يمكن بجد. المغرب من اول كاس العالم اللي فات ده يعني انتوا حقيقي رفعتوا راسنا. حقبه ثانيه يعني خليتوا عندنا سبب. كل العرب اكشلي وافريقيا عندنا سبب ان احنا نتفرج على كاس العالم. وشفنا كوره من اول كابتن مغربي وفريق مغربي رجاله يعني حاجه تفرح والله العظيم. كلهم تيكي تاكا. لا رجاله سيبك بقى من شكل الكوره اللي كيف تطلع من ورا وتوصل كلهم رجاله. اول حاجه كلهم رجاله. كانوا كلهم رجاله. لا وبنتفرج على كوره يعني. هي المغرب انا كان بالنسبه لي تاخد كاس العالم. المفروض كانت تاخد كاس العالم يعني في الفتره هذيك لانه ما بعرف راح نوصل مره ثانيه. انا بقول غيوصل ان شاء الله لانه عندنا لا في فريق صراحه في فريق عالمي في كاس العالم الشباب 6-1 دي. ما تفكرنيش هذيك بزاف والله. ما تفكرنيش كانت وحشه قوي دي. الله لا. هي الارقام دي غالبا اتشالت من كوره. ما بقاش في حد بيكسب 6 دي. صح بس خلينا نقول حاجه انه المصريين في افريقيا لا الاهلي ولا المنتخب تاعهم هم يعني صراحه يعني تعرفون الافارقه يعني. انتم عندكم المفتاح يعني. المغرب تلعب في وورد كاب تلعب في المحافل الدوليه تلعب مزيان. بس افريقيا مصر رقم 1 وبندي المغرب على طول. صح حلو صح. لا شو صح انا بحكيك على لانه واقع. احنا في كاس افريقيا دائما بنروح ما بنسوي شيء. مصر بتعرف لهم السنه ان شاء الله غادي ناخذوها. اكيد العام هذا ان شاء الله السنه بتاعنا ان شاء الله افريقيا. خلاص اخويا ادينا السؤال والله نسيت اخوي. بس انا بنحبكم جدا يا جماعه والله ده بجد. الله حقيقي بنحب المغرب قوي والله احنا كمان اخويا. واهل المغرب والله حتى المغاربه بنحبوكم والله اخويا. والله اخويا حبيبي. السؤال نسيت لازم اراجع سامحني. سامحني اخويا نسيت. هل اسمه المرض السكري بيسبب اكتئاب؟ يعني بتحس راسك مكتئب او ما عندك قدرات زي الناس العاديين؟ يعني بتحس راسك انت انك مختلف وانك عندك مرض اللي ما راح يخليك توصل للمستوى اللي انت تحب او يخليك ناجح في علاقاتك الزوجيه او العمليه او الاحترافيه. عارف لو رجعت كده اشوف انا السكر علمني ايه في حياتي او فرق معايا ايه في حياتي. علمني الانضباط يعني بجد. being diabetic taught me discipline. لانه مفروض عليك يعني مش حاجه عندك اختيار غير ان انا اكون ما عندك اختيار صح. غير ان انا لازم اكون كويس. صح. هو اقرب حد ليك
اقرب حد ليك، واكتر حد لو انت اي حاجه عملتها مش عاجباه هيبهدلك. فان انت حته الاكتئاب، لا هو اي هرمون امبالانس بيحصل، اي حاجه فيها هرمون امبالانس بيبقى مودك بيتغير كده كده، مش بس الانسولين، يعني اي هرمون. بالنسبه لان انا يخليني ليميتد، ده اللي فهمته غالبا من سؤالك، يعمل لي ليميتيشن في احلامي او في صح، الحاجات اللي انا هذه عايز اللي اوصل حاب لها. اسوي، لانه بقول لك السؤال هذا عشان في واحد يكون صغير وتصاب بالمرض هذا عن طريق الوراثه، ويعني عنده المرض، ممكن يقول انه كان عنده حلم انه يصير لاعب كره او لاعب تنس، وبيقول انا عندي سكر ماء، ويعمل حد للطموحات كتير. بتاعه. فهمت سؤاله؟ طبعا فهمت سؤاله. فهمت، يعمل سؤال حد حلو، للطموحات. سؤال حلو جدا. لأنه- وناس كتيره جدا يعني بجد حقيقي ناس كتيره جدا انا بقابلها عندها السكر بيكون عندها نفس المشكله دي، ان هو حاسس ان هو ليميتد، وحاسس ان هو اختياراته محدوده، وحاسس ان هي قدراته محدوده. وده كلام ديفينتلي مش مظبوط. لو انت اتصرفت بتصرف، لو انت بس فهمت ايه اللي بيحصل في موضوع السكر، ازاي تتعامل معاه شويه، لا طبعا ما فيش اي ليميتيشن. في انا قلب معايا الموضوع العكس تماما. السكر بجد علمني الانضباط، خلاني ان انا اخد بالي اكتر من اي حاجه بعملها في يومي، من مجهودي، من اكلي، من شربي، من نومي، اخد بالي من نفسي اكتر بكتير جدا لما كنت قبل السكر. خليني اركز كتير جدا. فحته الليميتيشن دي، او ان هو يخليك عندك حدود، بالعكس المفروض يكون اكتر تحفيز. محفز بالظبط. يعني لو واحد صغير حاب يلعب كرة، يكمل يلعب ويتمرن زي لو كل ركز اللاعبين. هيبقى احسن من اي حد تاني بيلعب كوره او بيلعب او بيعمل الرياضه اللي هو بيعملها، عشان هو هيكون حقيقي مركز في كل الاسبكتس او في كل الزوايا اللي موجوده عشان للموضوع. جسمه ينضبط، عشان بالظبط. فده هيخليه ديسيبلين جامد جدا، وهيخليه ان هو بيتعامل احسن بكتير في يومه. هو هيز مانجينج، او بيتحكم في جسمه كله وفي يومه. يعني انت بتقول انه السكري يعني مش لازم الواحد يعتبره انه هو عائق قدام الواحد عشان يوصل لهدفه. لا، هو يعتبره ان هو حد بيتفرج عليه، حد اقرب حد ليه، ونفسه ولو اي غلطه هتعملها هو هيحاسبك عليها بسرعه جدا. اوكي. فلو انت بصيت لها بالمنظور ده، لا الموضوع هيبقى كومبليتلي مختلف. اوكي. علمني انا ديسيبلين، علمني الانضباط، بجد سكر علمني الانضباط. اجت عندك فتره انا بعرف انه اصحاب السكري مرات بتجيهم هبوط بسرعه، يمكن يكون اكل غلط، يمكن كتر من الكربوهيدرات بتجيه هبوط. عمرها صارت لك؟ بتحصل كتير جدا، وبتحصل دي اكيد دائما. وشو بتحصل لو كتير. حصلت شو الاشياء اللي يعملها الواحد عشان ينقذ نفسه؟ الاسباب اصلا اللي بتخلي ان السكر يوطى، ان بقى فيه انسولين موجود والسكر اللي موجود قليل، فالسكر بينزل. يعني في سكر موجود، في انسولين السكر يعني من برا، من بره قليل. أيوة. وفي نسبه الانسولين اعلى من نسبه السكر اللي موجوده في الجسم. أوكي. فهنا بيحصل هبوط اما بيكون نسبه الانسولين اللي موجوده في الجسم اعلى من نسبه السكر اللي موجوده في الجسم، فبيحصل السكر بيوطى، معدل السكر بيوطى في الجسم. فده بياخد حاجه مسكره سريعه، زي ما قلنا تمر، زي ما قلنا عصير، زي ما قلنا حاجه شوجر باكيتس، او حاجه تخلي امتصاصها سريع جدا في الجسم. عشان بس افهم، يعني انت الحين اكلت اكله غلط وجاتك هبوط، تاكل تمره مره ثانيه جاتك دوخه؟ اخد حاجه تاني عشان خدت هنا. لو كلت اكله غلط، لو كلت اكله غلط والسكر هيعلى، وهذا اللي انا حابب اسال. مش لو يوطى. اكلت اكله غلط وحسيت بدوخه، لانه لانه انا متذكر مره هنا كان السكر واطي ساعتها. كنت حتلاقى معك وقلت لي جاني دوخه. السكر وطي. السكر وتي بيبقى رخم شويه، بياخد سنه وقت، حتى بعد ما بيعلى سنه بياخد وقت. يعني شو لازم اخد حاجه تحقن سريعه نفسك ولا تاكل؟ لا، اخد حاجه سريعه احقن نفسي. لو السكر عالي في الجسم، لو مستوى السكر عالي في الجسم، فانا محتاج انسولين يحرق السكر اللي موجود، فباخد انسولين من بره. لو مستوى السكر بيوطى او بينزل، فانا محتاج حاجه مسكره تعادل العمليه دي. يعني ده السؤال اللي سالته، لاني بشوف ناس تاخذ الانجكشن تضرب بعد الاكل على طول. ده عندهم سكر ولا ما عندهمش سكر؟ عندهم سكر. عشان هو كل حاجه فيها كربوهيدرات او حاجه هتتكسر تكون سكر. فهنا بالتالي هياخد انسولين عشان يحرق الاكل ده. يضرب. اوكي خلاص، تفضل اخوي يوسف.
السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ. هذه اللغه العربيه كتدوخني. سير سير. زعما الا رجع بك الزمان للوراء قبل ما تعرف باللي راه عندك مرض السكري، شنو الحوايج تقدر كتقول خصني نبقى ندير؟ كسخندية دي ما فهمتهاش. يعني او سيت ان انجلش. لا باللغه العربيه. ها فهمت اول يعني سؤال انت بس شوف آخر يعني حاجة. رجع بيها الزمن انت لورا. الحين مصري. لو رجعوك للزمن للوراء قبل ما تعرف. قبل ما تعرف انك انت مريض بالسكر، وانت الحين عارف انك انت يعني انت شو تسوي؟ لا انت ايه برادر، انت ايه عيد السؤال اوكي يعني لو رجعوك لورا بالزمن قبل ما تعرف انك انت مريض بالسكر، قبل ما يجي لي السكر قبل ما يجيك السكر، شو تسوي في نمط الحياة عشان ما يجيك السكر؟ ولا هعمل حاجه. ان هو جالي جيناتكس يعني انا ما جاليش. انا السكر عندي زي ما شرحنا، انا السكر عندي درجه اولى، فما كانش ليه اي علاقه بالنمط الحياه بتاعي. يعني انت اجاك سكر جينيتكس. وراثي. السكر عندي، انا عندي درجه اولى جالي وانا عندي 24 سنه. ما كان وكنت بتمرن وكنت شغال في مجال الرياضه، وكان يومي مور اور ليس يعني صحي. وكيف اول يوم عرفت انك عندك سكر؟ لا انا قعدت، دي قصه برضو قصه ظريفه شويه. انا قعدت شويه عندي الاعراض موجوده، اللي هي عايز 24 ساعه انا عطشان. انا عطشان جدا 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 وانا بشرب. ركزوا على هذه النقطه. انت بتشرب وانت عطشان. اللي بيقول ركزوا عليها. مظبوط. انا عطشان جدا. الاعراض كانت اولها ايه؟ ده اول اعراض. وانا بشرب عطشان جدا. وانا بشرب على طول عطشان. انت كتشرب وعطشان؟ عطشان على طول. عايز ميه. عطشان جدا وجعان جدا على طول. جعان يعني مور لس على طول جعان. وكل ما اكل بعديها بشويه جعان وجسمي بينحف جدا. بخس. يعني باكل كتير وبشرب ميه كتير جدا 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 وبخس. فقعدت شويه. انا كنت برضو مش حاجه ظريفه. انا قعدت كده شويه لحد ما رحت للدكتور. اللي حصل، وكمان رحت للدكتور مش بمزاجي، وعايز على طول عايز اروح الحمام. انا اسف، على طول عايز اروح الحمام. مش هقدر امسك نفسي يعني. في اوقات انا مش هقدر امسك نفسي. فجعان جدا على طول وبخس عطشان وبشرب وانا بشرب عطشان. وعلى طول عايز اروح الحمام. فسافرت في مره، رحت مكان فيه بحر، فدخل في رجليا الريتس البتاع اللي هي بوشويكا السوداء صح؟ ومشويكا شوكا. هذيك اللي بوشويكا الكحله كتعفط عليها كتدخل لك كتهرس في رجليك. ايوه مصيبه باش تخرج. ومشويكا عرفتيها كتكون في الصخر. هيا صاحبي في البحر. اش كتسموها نتوما؟ موجوده في البحر كده عامله كده سوداء. فيها شوك طالع سوداء. أيوة. بوشويكا كازا نقولوا بوشويكا. احنا قلنا نقولوا بوشويكا. ماشي. المهم هي الشوك ده ما بيخش بعد شويه بيتكسر. بيروح. ما بتحسش بيه يعني. هو بيخش في رجليك وبعدين في اخر اليوم بيروح. فكان معايا واحد صاحبي في رجليه في اخر اليوم كان الكلام عادي بسيط، او تاني يوم بسيط. انا فضلت معايا، وفي واحده في رجليا بقت انفليمد كده. بقت عملت ورمت كده. فما رجعت رحت للدكتور اشوفها، وكنت تعبان جدا جدا، اللي هو بقى نايمان خالص وعلى طول هزيل ومش قادر. رحت للدكتور. اول ما دخلت كان دكتور جميل جدا يعني، شاب صغير. قال لي انت عندك السكر؟ على طول. اول ما شافها على طول قال لي انت عندك السكر؟ فقلت له لا ما عنديش سكر. قال لي لا طب ممكن نقيس السكر. قسنا السكر. اما بتقيس السكر وبيكون نسبة السكر اعلى من 500 في الجهاز، ما بيديكش رقم، بيقول لك هاي. يعني اول ما السكر يكون اعلى من 500 يقول لك هاي. فكتب هاي. فقال لي طبعا انت مريض سكر. فكانت صعبة شوية البروسيجرز ساعتها. يعني كانت واحدة من الحاجات اللي انا مش هنساها في حياتي. فتح من غير بنج وفتح، ويعني كانت قصة كده شوية صعبة. حتى لا انا اسف كمان ما خدتش بنج والله. فتح على طول وشالها لي. وبعدين من هنا بدأت تحاليل وانا عندي سكر. انصدمت. ورحت عشان خاطر انا بس لقيت حاجة في رجليا، لكن غير كده قلت الاعراض دي جسمي. يعني يمكن مع عمرك ما كنت حتفكر انه عندك سكر. كنت اروح بعديها اكيد. كان غيروح 100% لانه جسمي اوريدي مش مظبوط خالص. انا باكل وجعان وبيشرب وبشرب وعطشان وعلى طول عايز اخش الحمام، مش قادر امسك نفسي وعمال اخس. فكنت اكيد هروح للدكتور. بس السبب ده بتاع بس كيف كان التقبل بتاعك للمرض؟ والله العظيم التقبل بتاعي كان الحمد لله رب العالمين في ساعتها عادي. كان معايا حد من صحابي، واقسم بالله والله العظيم كان معايا حد اول ما عرفنا كان متضايق جدا جدا، وانا
ما عنديش حاجه اتضايق ليه؟ انا ما اخترتش ان انا يكون عندي السكر، هو ربنا اداهاني فخلاص. فمن اول ثانيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله كان الرضا، وان انا تقبلت الموضوع ده، تقبلته جدا جدا جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني. قوه الشخصيه نتاعك حتى هي عاوناتك، لانه كاين شي ناس اللي دغيا يتهرسوا من يسمعوا عندهم شي مرض. اصل انت ما عندك، عارف انت جالك حاجه ما عندكش حاجه فيها، يعني ما عندكش اي، مش تصرف منك وحش ولا انت السبب. لكن الصراحه شوف هذه ما كيبغيش واحد اللي عنده ايمان قوي بالله، لانه هي شي واحد رضا بقسمة الله وقدره. شي واحد ما عندوش هاد الخصله هذه غيتهرس، ممكن قدر ما يترينيش، بس بعد كده هيحصل له ايه اصلا؟ هيقبل يعني ولكن شوف قبلته او ما قبلتش دلوقتي بصح غيقبل، ولكن ما غاديش يقبل بالطريقه هذيك. ما قبلتيها مشيتي لاصال كتريني فهمتي، غيقبلها ولكن باقي. ايوه فاهم صح فهمتي. انت ليش حيتعبك يوسف؟ لا هو تعبني شويه بس هو بيحاول. انت ليش تحاول جامد؟ انت ليش تضحك؟ حتى كتلح لي المغربيه والله بنسى والله بنسى. لا بس هو كلام الاول احيانا سهل. انا بس بحاول اوصل كان سهل يعني. انت كتفهموا زعما. لا لو كلم مغربي مش هفهم. انا بتكلم حتى بحكي مغربي بتكلم معك مغربي. انا بحكي معك مصري. بس هو بيتكلم معايا. انا بحكي معك مصري ولا انت بتحكي معايا مغربي؟ والله بنسى. ايوه مغربي ومصري. سامحني بس انت بتحاول جامد. اخويا سؤال، احنا اليوم حنهريك اسئله. انا معاك يا صاحبي. بس الاسئله اللي بنسال صراحه والله بس عشان الناس تستفيد، لانه في ناس كثيره مريضه بالسكر، في ناس اللي يمكن بيجوها الاعراض ومش عارفه انه هي مريضه بالسكر، فيمكن من وراك حتروح تفحص. طبعا. وحاجه تانية حلوه انه انت قلت تقبلت، وانت ما شاء الله انت لسه بتتمرن وجسمك حلو وعايش امورك حلوه، يعني انت بالنسبه للناس اللي هم مريض بالسكر يعني انت موتيفيشن صراحه. الحمد لله. يعني مصدر الهام. الحمد لله. سؤالي اللي هو نسيته لا موجود. بالنسبه هاي اللي بتحطوها هنا ده كشف، شو جهاز الكشف السكر ولا شو؟ عشان نشوف مستوى السكر في الدم. ده جهاز بتشوف بالتليفون. سنسور موجود بيتركب، بيقعد 14 يوم بيوريني مستوى السكر في الدم بدل الشرايط والشك. صح قدام كل مره. هذه احسن. موجود 14 يوم وبس في التليفون الابلكيشن. انا بشوف مرات تعمل بس هيك. ودلوقتي كمان بقيت اعمل كده، بقيت افتح التليفون بس الابلكيشن يقول لي مستوى السكر في الدم. كونكتد على طول. بس حبينا نعرف صراحه معلومات اكثر على الجهاز هذا، عشان لو اي واحد بيتفرج فينا حب يشتريه او يعمل له اوردر اونلاين نساعدوهم ياخذوا. مش موجود في المغرب يمكن، هو ما بعرف انه موجود. بدا يبين برضه مش موجود في المغرب. شفت واحد مره. المهم شيري المعلومات عشان لو في واحد يتفرج في الفيديو. جهاز سنسور. الجهاز ده بيتركب بيقعد مدته 14 يوم في كذا شركه، بس الاغلبيه كلهم بيقعدوا 14 يوم في المره السنسور الواحد. فبيتركب وبيتوصل بالتليفون، بالجهاز التليفون عنده ابلكيشن وبتقيس بيه على طول 24 ساعة من غير ما كل شوية تشك. يعني مثلا لو أكلت أكلة غلط بيعطيك ساين؟ لو سكر عالي أو نزل بيجينا ألارم. ألارم ما بيقول لك سعره كم خويا عشان 260 265 درهم. والله رخيص بالنسبة لنا احنا هنا. ممكن تلاقيه موجود وكويس بس هو مرتين في الشهر. لا هو السكر مش رخيص على فكرة. يعني لا مش رخيص. لا بس الجهاز يعني 260 درهم 14 يوم وبتغيره وبتجيب واحد تاني. ففي الشهر بتتكلم يعني مثلا 550 درهم في الشهر. 550 درهم للشهر الجهاز. بالتغيير بتاعنا. غالي. ازاي بقى انسولين وزي اجهزه ثانيه وزي حاجات ثانيه. فهو السكر غالي. مش مرض رخيص. لا لا غالي. بس ده برضو اللي هيستخدمه لو حد الدرجه الاولى يعني. اي حد درجه تانية مش محتاج يقيس كتير. هو عنده البنكرياس بيطلع انسولين، بيفرز انسولين، فهو مش محتاج اللي هو يكون بيقيس 24 ساعه. مش محتاج يعمل كده، فمش محتاجه لو درجة تانية. بالنسبة للإنجكشن الجرعة، شو الفرق بين الجرعة اللي بياخدها البودي بيلدر؟ لأنه يعني بشوف بودي بيلدر بياخدوا أنسولين. طبعا دول بيمدحوا في الأنسولين. أنسولين لأنه بيعطينا شافة وبيعطي ضخامة. ضخامة. والفرق بينه وبين اللي مريض. أنت أعطاك ضخامة؟ ضخامة دي انا ارفع واحد ممكن تشوفه دلوقتي. ايوه بس في مره اعطاك ضخامه او لا هقول حسيتي بريزلت لا هو اللي بيحصل. احنا دلوقتي حاليا هنقول الاثنين. مريض السكر درجه اولى البنكرياس عنده ما بيخرجش انسولين. أيوة. فده بياخد انسولين من بره. ايوه عشان ما بياكل حاجات فيها كربوهيدرات. اللي مش مريض سكر اللي عنده البنكرياس بيفرز انسولين عادي، واللي بيعمل كده بيكون بودي بيلدر بياخد
انسولين. يعني هو عنده البنكرياس بيفرز انسولين لما بياكل، بس هو بياكل كميه كبيره وبياخد انسولين عشان الانسولين هيساعده يحرق الاكل بسرعه ويوزعه. يوزعه. فياكل فريكونسي كتيره، ياكل عشان كده وجبات كتيره، عشان بيضخمه. كده بيضخم. ايه ودي كارثه يعني. هي مش هو دلوقتي اما بيكون في انسولين خارج داخل من بره، البنكرياس ما بيخرجش انسولين، فانت بتدخل هرمون، فده مع الوقت هيحصل ايه، وممكن ما تعرفش هتخرب البنكرياس البنكرياس. عنده هيقف. ده بقى زائد ممكن هبوط في الايام وحاجات، طبعا كارثه. والله العظيم اخوي سوري البودي بيلدرز والله انتم وحوش. يعني لا مش تعبتونا. يعني بيعملوا اشياء كارثة. كارثه على يعني يمكن في اي لحظه يوقف عليه عضو. طبعا. وما لا وعارف بيخافوش. الموضوع في ايه، بس اللي احنا عايزين نفهمه ان هو مش نمط، هو الفكر بتاعه مش نمط صحي ليومه، فمش عايزين نكون بنتبع النظام بتاع البودي بيلدينج ان هو نظام حقيقي لاي حد فينا طبيعي بيروح الشغل وبيرجع فهمت السؤال؟ لا الجواب. طبعا ملاش اي علاقه، ولا باكله ولا بشربه ولا بطريقه حياته. هو عنده حاجه معينه بيعملها بشكل معين، بعيد بقى ان هي صح او غلط، هو عنده حاجه وعنده هدف معين فبيمشي له طريق معين. ده مش معناها كده ان انا كبني ادم طبيعي بصحى الصبح وعندي اولادي وعندي بيتي وعندي شغلي اعمل نفس الحاجه. انا عندي عايز امارس الرياضه عشان خاطر اهداف معينه، فكل واحد مفروض يتفصل له البرنامج التدريبي والاكل على حسب هو احتياجه عامل ازاي وشكل يومه عامل ازاي. لايف ستايل. بس مزبوط. اغلب الناس بتيجي بتسال بتوريك صوره تبع واحد بياخذ هرمون وجسمه مقطع وكل شيء، بتقول لك عايز برنامج اوصل نفس هذا. يعني غلط جدا جدا جدا، يعني حاجه مش يعني بشرح لهم بقول لهم هذا ماخذ هرمون وهالجسم مش ممكن توصل له وتقدر عايش عليه فتره طويله، بس بيقول لك كيف انت يعني مثلا انا بيقول لي كيف انت يعني السنه كلها محافظ على النشافه والعضل عشان انت السنه كلها بتعمل نفس الحاجه، السنه كلها بتتمرن، السنه كلها بتاكل مور اور لس بشكل ب 70% نظام غذائي كويس، اكثر عن 70% انا باكل. بقول لك مثلا لو كل الايام السنه كلها مثلا او اكتر كمان، فانت عندك شكل، انت عندك نظام معين يا ميشا. انا صار بتمشي عندي عليه. عادي هالاشياء، انا بتعملها اكل عادي. صحي عادي، ريفلكس مش بضغط نفسي عشان اعمله خالص. بتاكل اكل صحي الى حد كبير وبتتمرن كل يوم السنه كلها، فعشان كده شكلك عامل كده، واي حد هيعمل كده يبقى شكله عامل كده. هو ده مش موضوع مش مقتصر عليك، على كل الناس اللي في الوجود. عشان كده اللي بياخدوا برنامج قاسي نفس تبع البودي بيلدرز ما بيقدروش يحافظوا على جسمهم السنه كلها. ده حقيقي. وهو كمان بيبقى داخل بالمايند سيت وبالعقليه بتاعت تسلم ايديك، بالعقليه بتاعت ان هو دلوقتي في وقت معين عايز يعمل حاجه معينه، يعمل شكل، يغير شكل جسمه في وقت معين بس وخلاص. فهو الموضوع بالنسبه له مرحله، فعشان كده بقى بيتجه بقى لاي اسلوب، لهرمونز، اللي مش عارفه ايه وبتاع، فعشان كده الموضوع بيكون متلخبط طبعا، فبياخد اي حاجه. وده يعني حاجه صعبه جدا جدا، احنا مالناش دعوه بيهم يا جماعه. البادي بيلدرز اللي بيعملوه مش بنتكلم غلط ولا صح، بنتكلم ان هو عنده هدف معين بشكل معين فيعمل اللي هو عايزه، واحنا نعمل حاجه تصح ليومنا والهدف بتاعنا. صح اخويا. اخويا سؤال، شنو الحاجه اللي لازم اي رياضي مريض بالسكر، شنو الحاجه اللي انت تحبه يعرفها من عندك؟ يعني حاجه اللي ممكن هو ما عنده في باله وتحب توصلها له، في عندك معلومه او اي شيء او فكره او نصيحه او اي شيء. فهمتي السؤال او اقول لك بالانجليزي؟ فهمت السؤال وبحاول اجيب اجابه تكون حقيقي مفيده. حاجه نفسي اقولها لاي واحد مريض سكر، لازم حقيقي ما ياخد باله جدا 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 من الاكل والتمرين، يكون في رياضه في يومه، رياضه حتى لو بسيطه بس كونسيستنت بشكل منتظم مستمره، ويكون في نظام غذائي، يكون فاهم نظام غذائي كويس، ويكون فاهم ان هو لو ما عملش كده بمزاجه دلوقتي الموضوع هيأثر عليه جدا بالسلب بعدين. فمحتاج يكون ياخد باله من اكله ومن تمرينه، لازم يعمل كده. وانت بتقول يعني فلوس، يعني المادة، الحالة المادية لها علاقة كيف نقول يعني باستمرار الرياضي اللي عنده مرض سكري. يعني لو هو ما عنده فلوس عشان يشتري مستلزمات، احنا بنقول انا دلوقتي بتمرن ازاي؟ هو السكر عامة عشان تخليه متوازن في الجسم محتاج تعمل حاجات كلها بسيطة، محتاج تعمل 60-50-60% شدة، فمشي، عوم، جري بالراحة، كل تمارين مقاومة بالبادي. يعني الدواء مو غالي كتير يعني؟ لا الانسولين، بس الانسولين في منه انواع كتيرة. لا الدواء مش غالي، الدواء ممكن تخليه غالي وممكن تخليه بسيط، وانا ممكن تجيب سنسور زي كده او ممكن انت تشك مره ولا مرتين في اليوم. يعني انا اعطيك السؤال بطريقه ثانيه، ممكن انا ما اعطيتك سؤال. يعني
البادجت عنده علاقه انه رياضي عنده يحافظ على مرض؟ السكر؟ ايوه لا ما عنده لا طبعا. يعني زي ما قلنا انا كنت الاول بتمرن بشكل معين، دلوقتي كل اللي انا بعمله اكتر ما فيهوش اوزان، والحمد لله سكر كويس وشكل جسمي كويس، فمش متعلق انا لانه سالتك السؤال هذا، في ناس عشان ممكن يقول لك انا ما عندي هذا، عنده حياه أيوة دبي أيوة. وعنده كل شيء متوفر. عشان انا احاول كل النقاط ندوز عليها، فهمت؟ لا طبعا عشان ما اخلي لو موتيفيشن. تعمل حاجات او تمارين كلها بوزن جسمك بجد حقيقي، ده اللي انت محتاجه، وشده متوسطه، تمشي او تجري او تعوم او تركب دراجه، كل دي حاجات تعملها بسيطه. والاكل انت بس بتحاول تشيل الكربوهيدرات من يومك. اوكي انت جاوبت الحين على السؤال صراحه. وموضوع ثاني بالنسبه اخواتك دلوقتي شفت اخواتك شفت دلوقتي انت مالك انت صرت محترم كثير. لا مش محترم كيوت سببت لي فيه. انت شو ترى مغاربه. خلينا نتكلم مع الراجل اخوي سلطان. موضوع الصيام، انا بعرف انه اي واحد مريض بسكري بيقول له الطبيب ما تصومش رمضان، معايا دلوقتي صح؟ انا سمعت انه انت بتعمل صيام متقطع، بعرف انه في فرق كبير، مش كبير كثير بس انه صيام متقطع انت بتشرب ميه وتاخذ قهوه، يعني انت فري. بس المريض السكري هل ممكن انه يصوم رمضان؟ وهل انت جربت انه انت تصوم رمضان؟ وهل في خطوره ولا ما فيش؟ سؤال كويس جدا جدا جدا. خلينا نقول لو انت عايز تصوم رمضان، انا كنت بتعب جدا اول ما كنت بصوم، جالي سكر. اول 3-4 سنين كنت بصوم، كنت بشتغل اوت دورز، بتحرك بره وشمس وشغلي كان في نسبه كبيره بره. كنت باجي في نص اليوم الساعه 2-3 حقيقي بتعب جدا جدا، بحس ان انا تعبان وما عنديش هرقان مرهق ايه والله يلفت لي يا اخوان حرقان حاجه ثانيه خالص مرهق. فبحس باجي في نص اليوم كده بحس ان انا حقيقي تعبان جدا. بعدين ما بقتش اصوم الصراحه. بس لو انت عايز تصوم رمضان، انا طبعا زي ما احنا كنا لسه بنقول ان انا اعمل صيام متقطع. يعني اول ما اصحى من النوم اقعد شويه ساعات، 4-5-6 ساعات، بحاول مع الوقت ازودهم شويه صغيرين، ما دخلش اكل في جسمي، اشرب ميه، اشرب قهوه من غير لبن ومن غير سكر اكيد، وبعدين اكل اول وجبه ما يكونش فيها كربوهيدرات، وده هيساعدني جدا ان انا اقدر اصوم رمضان. بس انت يعني تدرب نفسك زي ما انت قلت، تدرب نفسك قبل رمضان ان انت تعمل كده شهرين مثلا. اوكي يعني شهرين قبل رمضان صيام درب حالك على صيام متقطع لو عايز تصوم في رمضان. هو المفروض انت مش لازم تصوم، مش مفروض، يعني ربنا بيديك الرخصه. ربنا بس ما فيش خطوره يعني؟ لا طبعا في خطوره، تحس هبوط السكر ممكن ينزل في الدم، صعب صراحه مستوى السكر في الدم يقل، فتحس ان انت بس ده يحصل له هيبقى عايز ياكل على طول. يعني هو مش قادر يستحمل لو حصل له ساعه في نص اليوم قبل المغرب ب10 دقايق ولسه المغرب نص شويه ومش قادر هيشرب حاجه حتى لو ناقص على المغرب 5 دقايق. اوكي. وشو هي خطوره السكر، مرض السكر؟ يعني تكلمني على السطح بتاع السكر. للاسف السكر ملوش سطح. السكر لو فضل السكر فيه لخبطه لفتره كبيره من العمر، شو يقولوا هارت اتاك؟ لا بيقطعوا الاطراف صح؟ لا كل حاجه بحكيك على كده. يعني لو هو طلع له السكر ممكن تجيه سكتة قلبيه. لا هذا الكوليسترول هذا. لا سكتة قلبيه لا قلت لك قلت لي كوليسترول. لا لا عندك كوليسترول طالع. اخر مره فحص لانه بياكل لحم كثير، لقى عنده كوليسترول عالي، فقلت له انه الكوليسترول اللي عنده كوليسترول في اي لحظه ممكن يجي سكتة قلبيه. من ساعتها وهي معاه اي حاجه. اول ما قلت صار يضحك. لا والله نسيت انا قلت اياها. فشو هي يعني سقف الخطوره تبع الخطوره بتاعت السكر؟ لو السكر لفتره كبيره جدا مش مظبوط، لا السكر بيلخبط وبيضرب كل الاورجنز، كل الجسم كله، يعني ملوش سقف. شو يضرب؟ يوقفهم ولا شو؟ بيلخبط كل حاجه، يعني النظر، الاطراف، الاحساس، كل صحيح. كل حاجه يعني كل الاورجنز هتلخبط، كل الهرمونز هتلخبط. السكر لو اتلخبط هيلخبط لي، لو فضل لفتره كبيره مش متسيطر عليه يعني، او انت مش كنترولد، لا هيلخبط لك كل جسمك. نظرك بيضعف، اسنانك، اطرافك والاحساس، كل حاجه. السكر بيضرب. لو السكر قعد شويه كتيره من العمر في لخبطه
لا هيضرب كل حاجه، نظر، سنان، الاحساس بالاطراف طبعا، الاورجنز. ليش انا قلت لك البطر الارجل طبعاً. واللسان؟ انه شفت انا بيحسش في ناس بيها. كانوا عندي الله يرحمهم يعني في العيله كانوا مريضين سكر، بعرف انه واحد اصوله صبعه، بعدين رجله، بعدين وصلوا للركبه. يا ربي. مسكين الله يرحمه. لا السكر طبعا بالاطراف بيصير ما فيهمش دم، بيصير فيهم الاحساس قليل جدا، حتى لو جيت عملت له حاجه ما بيحسش. ما بيحسش بيهم. مظبوط، ما بيحسش بيهم الاطراف دي، ما بيحسش بيها. اغلب الظن بيكونوا الاطراف البعيده، يعني مظبوط. الرجل. بتروح للرجل الاول يعني البلاد فلو بيكون قليل جدا. بالنسبه والنيرفز كمان والاعصاب. اعصاب. بالنسبه للناس اللي عندهم الوالدين تاعهم فيهم السكر، شنو هي النسبه المئويه ديال الاولاد باش ياخذوا ذاك المرض بالوراثه؟ فهمت؟ لو الاب والام عندهم سكر أيوة. بدرجه تانية، ده ما لهاش علاقه ان انا يجي لي السكر. اوكي. هو جالهم السكر درجه تانية بسبب اللايف ستايل، بسبب لا هو اتكلم على الوراثه. الوراثه دي بتكون يعني دي حاجه ملهاش علاقه بقى بمعلوماتنا، دي ليها علاقه بحاجه تانية شويه. بيبقى الوراثه غالبا بتيجي اللي بعد، الجيل اللي بعد. يعني مثلا ابني مش هو اللي هيجي له، اللي بعديهم الاغلبيه. فهو السكر ده ما جايش من ابويا ومن امي وابويا كويسين، ابويا الله يرحمه، لا جالي من قبل كده غالبا حد في العيله. اوكي. فهي مش شرط يكون من الدايركت، حتى يكون من جد. سبحان الله. بيقول لك عندنا في العيله دم. بس يعني لو الاب او الام عندهم سكر درجه تانية، ده مش معناها ان الاولاد هيجي لهم سكر. اوكي. ولا الاحفاد هيجي لهم سكر. والسكر درجه تانية والدرجه الاولى كومبليتلي مختلفين. الدرجه التانية ده بيجي بسبب نمط حياه، وبسبب اكل زياده، وبسبب زياده في عدم تمرين، نمط حياه عامه، صح. لكن ما لهاش علاقه بيهم يعني. اوكي. سؤال اخويا الله يحفظك وما تزعلش مني، اتفضل يا صاحبي. لما عرفت انه انت مريض سكر ما جاش في بالك انه انت حتموت قريب؟ والله ابدا خالص. انا هموت وقت ما هموت عادي، نفس الناس العاديه. هموت وقت ما لانه انا قلت لك اول ما عرفت السكري عرفت انه الناس بتموت بسرعه. ايوه لا السكر ما يعني مش هيخلص عمري، هو عمره هيخلص اما العمر يخلص. كان في بقى سبب او ما فيش سبب، صح. يعني مش قاتل السكري؟ لا طبعا قاتل، بس لازم تحافظ. احنا عمالين نقول، اما انت سالتني السؤال اللي قبليها بتقول لي هو السكر ايه مضاعفاته، او ممكن أكيد. يوصل في كل حته. السكر هيتحرك في كل حته في جسمك لو في مشكله. لو انت سايب السكر عالي او متلخبط لفتره كبيره من العمر، هيتحرك في الاعصاب، هيتحرك في نظري، هيتحرك في الاطراف، هيتحرك في اسناني، في كل حاجه، هيتحرك في كل حاجه. يعني انا بشوف انه السكر يعني عمل معاك حاجه كبيره. حاجه كبيره جدا. هو عايش معاه لا انا خلاك تقف نفسك بدرجه كبيره. كان لازم اعمل كده، صح. كان لازم ابدا اتعلم وافهم يعني ايه البدايه وجاي منين، وايه اللي هيلخبط السكر، وايه اللي بيتحكم فيه، وافهم جسمي الى حد كبير جدا عشان اعرف اتعامل معاه. فده خلاني ان انا بنسبه كبيره اعرف افهم شويه في الاكل اكتر، افهم في التمرين، ان انا هافتو مونيتور كل حاجه بتحصل لي في يومي، من اي حاجه داخلالي، حتى من النوم بيأثر، المرض لو عيان شويه في برد ولا حاجه، السكر برضو بيتلخبط، كل حاجه بتأثر في السكر. فده السكر علمني ان انا اركز في كل الاسبكتس دي، في الاكل، في التمرين، في وقت المرض، في كل حاجه. الحمد لله يعني صرت تتعمق كتير. مظبوط. يعني انا شايفك لو كنت ما كنتش مريض بالسكر كان ممكن تكون بودي بيلدر عادي، بتتمرن وبتعرف البروتين وبتاكل صفار البيض بتشيل طبعا. ما كنتش هوصل، كلام محترم جدا. طبعا ما كنتش هوصل ان انا اركز، ما كنتش هتركز لو من غير السكر ما كنتش هوصل ان انا اركز في التفاصيل بتاعه الاكل بالمنظر اللي انا لانه خلاك منضبط، خلاك يبحث في الاعماق. صح، ده حقيقي. لانه حاجه عندها علاقه بصحه، يعني حياه او موت. مظبوط، حاجه لها علاقه بالصحه، وكل حاجه بتاثر فيها. كل حاجه، الاكل بيأثر فيه، والتمرين بيأثر فيه، ومودك بيأثر فيه، نومك بيأثر فيه، المرض بيأثر فيه، كل حاجه بتأثر فيها. فكان لازم اركز في كل الاسبكتس دي، وافهم ايه اللي بيخليني اعرف احافظ على مستوى السكر في الدم، وايه اصلا اللي بيأثر فيه. سبحان الله. عندك سؤال اخوي يوسف؟ والله ما عندي سؤال. والله يا رب ان احنا بجد نكون نقدر نفيد الناس. السكر زي ما قلت من شويه هو علمني الانضباط، وخلاني ان انا اركز في كل الاسبكتس دي، خلاني احسن بكتير قوي من قبل السكر. يعني انا لو هبص على نفسي دلوقتي
وقبل ما يجيلي السكر لا كومبليتلي مختلف. تفكيري مختلف، شخصيتي مختلفة، الانضباط عندي مختلف، تفكيري مختلف، كلك صرت مختلف. مظبوط والله العظيم. الموضوع لا يعني ممكن يخليك يكون حافز كبير جدا 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 ان انت تكون احسن ما ممكن تتخيل، واحسن من اي حد موجود تاني سليم ما عندوش شو ممكن تعطينا اخر نصيحة لاي واحد مريض بهذا المرض هذا؟ يعني شو النصيحة اللي تعطيهم؟ يعني من يعني من كل الجوانب، من الاكل للتمرين، النوم، وطريقة المراقبة للمرض هذا. سؤال كويس جدا. النصيحة اللي هقولها لأي حد عنده السكر ان هو يبقى عنده نظام، يبقى عارف يدخل جسمه في نظام، ان هو يكون فيه وقت بينام فيه، وقت بيصحى فيه، مور اور لس، مش لازم يكون بالظبط. بس انا مثلا بنام من الساعة 8 للساعة 9، بصحى من الساعة كذا للساعة كذا. دي اول حاجة، جسمي يكون فيه نظام. الاكل يكون فيه نظام في الاكل برضو الى حد كبير. انا بعمل صيام متقطع او ما بعملش، باكل وجباتي بشكل معين. في عنصر معين في الاكل اللي محتاجين نخففه شويه اللي هو الكربوهيدرات، عشان نقلل من الانسولين ونقلل من السبايكس او ارتفاع الانسولين ونزوله. التمرين لازم يكون فيه تمرين في اليوم بشده متوسطه، لو كان مشي، لو كان جري بالراحه، لو كان تمارين مقاومه تكون متوسطه 60-70% بالكتير. بس اخوي سلطان، مرات بروح عندك بشوفك في الجيم بتدرب ناس حتى هم مريضين عندهم السكر، صح؟ يعني هم اصحاب السكر كلهم بيجوا عندك. شوف انا ليش قلت لك السؤال هذا؟ لانه انت بدل انه الناس العاديه توثق فيك تتدرب معك، صار عندك ثقه كبيره من الناس اللي مريضه بالسكر تجي تتدرب معك. صح. يعني بدل انه يكون عائق صار مصدر رزق. صح. سبحان الله. سبحان الله والله. سبحان الله. لا بجد علمني كتير جدا. السكر والله العظيم انا بعتبره من الاسباب اللي خلتني بني ادم منضبط، هو السكر. وحتى مصدر رزق. طبعا سبحان الحمد لله. وميزني والله. شوف اصعب شيء انه انت تعطي برنامج غذائي لواحد مريض بالسكر او طبعاً. تدربه وهو مريض بالسكر. صراحه اللي واحد عنده الاكسبيرينس في الموضوع هذا، واحد اللي مصاب عشان انا عندي سكر. صح، يعني هو ده السبب. يعني انا واحد مريض بالسكر صعيب. حاب اتدرب، بروح صعيب. عند واحد يعني يفهم. هو أكيد. اصلا نفس مريض اللي هو جاي من بالسكر هناك. وبيتدرب، أكيد. لانه حيفهمني اكثر وما حيدخلنيش مشاكل. يعني انا مريض بالسكر اروح عند واحد بادي بيلدر، صح. يعني من هنا يعطيك هذا ميساج للناس اللي في المغرب، اي واحد بغى كوتشنج اونلاين وفيه السكر، الانستغرام ديال اخونا سلطان وحبيبنا، تواصلوا معاه. ربنا يبارك لكم. حبيبي اللي راه بيجوك الناس من يتكلف. المغرب دلعهم دلعهم وعمل لهم اسعار حلوه. قوي والله العظيم، بنحبهم جدا فوق دماغنا. العمله في المغرب مش نفس دبي. اغلى. لا ارخص، لا لازم يعني تنزل العملة السعر. أغلى. يعني درهم اماراتيه درهمين بالمغرب، درهمين ونص. احنا هنقول العمله من خليها المغرب درهمين. عشان هم من المغاربه. يعني مثلا هنا بتعمل البروجرام ب $100، هناك اعملوا ب 30 35. ماشي عينينا عراسي حبايبي والله العظيم اهل المغرب. نطلع من مجال السكر بما اننا غطينا الحمد لله كل شيء. الحمد لله. ندخل اخويا في مجال يعني الفتنس. شو النمط الرياضي اللي انت تبعته وحسيت انه فرق معك بعيد عن هذا اللي انت بتاخذه الحين؟ مثلا كروس فيت ولا بودي بيلدين ولا مثلا سبليت بروجرام، هذا العادي التشيست. عايزين بس نفقه الناس، حتى الناس العاديه اللي بتشوف تفهم الفرق بين الانماط تبع التمارين. في الحين يعني اغلب يعني المشهوره سبليت، يعني صدر ظهر لحاله، كتاف لحالهم، ايدين لحالهم، رجل لحالهم، هذا السبليت بروجرام. وفي البوش بول ليجو، وفي واحد اسمه ارلوند بروجرام، في مليون شغله. انت بما انك كنت بادي بيلدر، وانا بتذكر انه ما شاء الله في الايام الاولى كنت قبل ما تدخل المجال الثاني، شو النمط اللي تبعته اعطاك نتيجه وقلت فعلا الطريقه حلوه وبتعمل سايز للعضل، بتعطيني يعني كتله عضليه حلوه وجسم حلو؟ اما بدات اركز في ان انا عايز صحتي تبقى كويسه، مش بس شكلي يبقى كويس. فبدا التمرين نفسه واختياري للتمارين مع بعض يكون شويه مختلف، اختياري للبرنامج الرياضي بيكون شويه مختلف. من اكتر الحاجات اللي بعملها كويس ان انا بعمل اوزان وبعمل بيها عدد كمان. يعني بختار تكرارات. مظبوط، بختار حركات اساسيه بنحتاجها في يومي، ده اللي بحاول اعمله.
بكون المساعده الخارجيه قليله جدا، فيا اما بيكون وزن جسمي يا اما بيكون معايا اوزان، بقلل شويه من استخدامي للاجهزه، وبحاول اخلي التمرين uncomfortable. يعني انا بكون في وضع مو مرتاح مش مرتاح. يعني مش قاعد مثلا مرتاح جدا وبعمل ارتكاز ما اعرفش ايه، بعمل كده قليل جدا في يومي. اللي بحاول بخلي جسمي يكون comfortable وuncomfortable في نفس الوقت، عشان احطه تحت اوضاع ان هو يعرف في حياته الطبيعيه بره، وفي حياتي الطبيعيه بره انا اكون بتعامل كويس، صح، اكون قادر، يعني صحتي نفسها كويس. او زي التمارين بتاع walking with dumbbells او walking with kettlebell. يس، اللي هو الفارمرز ووك. أيوة. تزق مش عارفه ايه، اشيل وزن وارفعه وانزل. هذه بتسويهم في الاحياء اليوميه، يعني تشيل بالظبط. فبقى اغلبيه كل تماريني بفصلها ليها علاقه ان انا اكون حقيقي قوي بره، مش قوي بس اقعد على جهاز وبزق جهاز. بالنسبه للموضوع هذا تبع الفارمر وولك، انا صراحه بشوفها حركه غبيه. ليه؟ مش عارف، بشوف واحد شايل اوزان وبيتمشى بسرعه. انت مش بتعمل كده في يومك؟ مش عارف يا اخي. بص هقول لك حاجه ظريفه جدا. انا اللي بشوف بتعملها بشكل مختلف. بشوف لو يمسك دمبل من جهه واحده ويتمشى بها، فيها بنفيتس احسن منه يشيل الاثنين. دي سوت كيس كاري، دي ليها برضو موجوده. فالاولاني اسمه فارمرز ووك، هم بيسموه فارمرز ووك. بتشيل وزنين وبتمشي. بس اغلبيه الناس بتعمله برضو طريقه، بتلاقي البوستر شغال عامل كده رايح بيركض وبيجري. لا هو مش كده، هو المفروض ليه تمسك وزن تقدر تتحمل بيه المسافه شويه، ويكون شكل البوستر بتاعك كله ستريت، يعني مو مايل هكا، مش عامل كده. فانت كده بتلخبط الدنيا، بتأدي روحك هكا. مظبوط. فده الفارمرز ووك. لا بتعملها حركه، بتعملها في يومك، بتروح تشتري حاجات وبتمشي بيها. أيوة. وهتفضل عايز. بس صعبه، مو سهله. لو قعدت فيها مسافه ودخلتها مع تمارين طبعا صعبه. اللي انت بقى بتقول عليها دي سوت، اسمها سوت كيس كاري، زي الشنطه جا واحده. فدي فيها كور اوبليكس، فيها كور فيها اوبليكس عشان تبالانس نفسك، فيها طبعا اوبليكس. فالاثنين بيتعاملوا، وانا بحب برضو انتوا عليها جدا جدا. انا بشوف هذه احسن عن هذه. مش احسن. كل واحده وعندها المزايا نتاعها، يعني هو ما في احسن، ما فيك فيها كور، فيها بالنسبه لي ما فيك تقارن فيها. بالنسبه لي بفهم في الميكانيزم تبع الجسم، بقول هذه فيها مقاومه عضليه، الثانيه ما بشوفش فيها مقاومه عضليه، غير انه جهد بدني بيكون على الترابيزز وعلى لو هو عمل بوست غلط. بس هو مش قصده، كلامه برضو مظبوط. لان السوت كيس كاري بتخليك ان انت عايز تبقى ستريت، فجسمك عايز ينزل يميل الناحيه دي، فانت يو هاف تو. وحتى وانت بتتمشى لازم تركز في خطواتك يكونوا ثابتين، فبيكون سوت كيس كاري فيها كور بس اصعب، فيها اوبليكس هنا من الجنب ده، الجنب الثاني اصعب كتير. لانه صراحه بشوف طريقه غبيه بتنعمل وانا كمان جدا. يشيل اوزان وهو اصلا جسمه خربان، ويقول المدرب بيقول اركض وبيركض ومسكين كله بيتكسر. والله بس انا اشوف الاصل بزاف. والله لا دي طبعا معاك جدا، بزاف كنشوفها تعمل بشكل بعض المرات كنشوف كده وماشي بالراحه. بعض المرات كنشوفوا في الاصل مراوات كبار وكيديروا دوك الزيت. فهمتي؟ امراه يعني يعني نساء. ايوه انا قلت صح. حريم ما اعرفش ليه حسيتها امراه. يعني هي اصلا ظهرها مسكينه عوجه وهو بيعطيها كارثه. يعني كارثه. انا معاك جدا جدا ان هي كارثه. بما انه جبدنا الموضوع تبع هذا بيعطيه تمرين غلط، شو الاشياء اللي بتشوفها انت في الجيم؟ يعني بتشوف مدربين بيعطوها للكلاينتس تبعهم وبتقول حرام. يعني دي واحده من الاشياء كثير. صح واحده من الاشياء دي. وبيكون بنسبه كبيره في مدربين بتركز ان هي تخلي الكلاينت تعب صح، عشان يعني عشان يقول انه انا مرنته. الموضوع مرنته صح، مش شرط، مالوش اي علاقه ان انت تبقى تعبان جدا. صح. لازم يبقى تمرين efficient ومفيد ليك انت. طبعا تبقى كويس، عندك في نسبه من الانتنسيتي او الشده موجوده في التمرين، لازم يكون فيها موجود، بس مش لازم تبقى قاتله اكيد. ومش لازم ان هو نقيس التمرين والافشنسي بتاعته بالشده العاليه جدا. صح. مش شرط. الموضوع ذكرني بواحد اجى عندي قال لي، هذا كلاين، قال لي والله تمرنت مع فلان، والله اليوم الاول كسرني وفرحان. ما يعني غلبان مش عارف. بقول له كم اخذ لك يوم يعني عشان تعمل ريكفري؟ 3 دايز. فقال لي والله اخذ لي اسبوع. قلت له هذا مدرب، هذا عايز يقتلك. ايوه عايز يقتلك طبعا. فالمفروض يعني المدرب اللي بيكون فاهم في المجال هذا، لازم واحد انسان جاي عمره متدرب لازم تعرف اول شيء مستواه. ده حقيقي. انا مرات بيجي عندي ناس عمره ما تدربوا، في اليوم الاول بضل بس بتكلم معاهم، بعمل لهم حركات بسيطه وبتكلم. هو ده اصلا. والمصيبه انه الكلاين بيصير يقول لي لا عايز اتدرب، عايز اعمل. بقول له يا فلان بصير افهمه، لو انا عملت اسهل حاجه اصلا، لو انا عملت اللي انت حابب تعمله
انت مش هتيجي عندي مره ثانيه، أيوة انت ده هتروح تروح المستشفى. يزعل. والاسهل بكتير جدا ان انت تعمل له اللي هو عايزه ده. أيوة. اسهل بكتير جدا تتعب حد، صح. بس مش شرط تتعبه. فلا بتقول لي جسمي انا هبدا اتمرن، بتقول لي جسم ايه الاخبار عامل ايه كله كويس هنبدا نتمرن. بتعمل حركات الشده فيها بسيطه، شده بسيطه جدا، اكثر شيء للناس اللي تتحرك عمرهم ما بس ما تمرن. تبقاش فيري سور، ما تبقاش للاسف في مدربين بيجي عنده كلاين بيعطيه كل الحركات اللي تعلمهم في حياته، في المسير مشوار يعطيه ديالو. ظهر، يعطيه رجلين، ويشيله يعطيه على هذا ظهره ويعمل له اليوم الاول اه واليوم اللي بعده وين حيجي عندك؟ والله مش مش حيجي. هيجي اصلا. هو مش راح يجي، والمدرب خلص التمارين راح يعيدوا من جديد. طب يوسف بيعمل ايه في الحاجات دي؟ لا حتى هو ما شاء الله بشوفه ما شاء الله. بالعقل. ده حقيقي. لا شوف، واحد فاهم مش بالنفس واحد بس يعني صباح قال صباح الخير وصبح يعمل حقه. شكله بقى حلو وعايز يبقى مدرب كارثه. يعني هالاشياء احنا ليش بنقولها للناس؟ عشان تفهم الناس العاديه، لانه في ايامنا صرنا بنشوف ناس بتروح عند ناس مش فاهمه حاجه وحسب انه هي بتفهم، عشان هو يعني فبيصيروا معلوماته مشاكل. قليله. لا بس المشكله انه حتى الكلاينت ما بيعرفون ما بيعرفش يفرق. منو الكوتش الكويس، منو الكوتش مش. ما بيعرفش حتى يفرق. بالجيم انت لما تكون تتمرن بتشوف المدربين بتقول هذا بيلخبط، هذا مش مدرب. انت كمدرب بتعرف، طبعا فهمت، تعرف انه الحركه هذه غلط، بس انت شو ممكن تسوي في الموقف هذا؟ ما عندك ولا شيء. يعني ما راح تروح انت تقول له ايه اللي بتسويه غلط. بس مش ده بتكون في اي مجال. لو انت رحت اي مجال أكيد. انت هتبقى بالنسبه له انت مش فاهم حاجه اكيد. بس انت بتحاول تعرف ازاي باسئله معينه بتشوف رد البني ادم اللي قدامك ده عنده لوجيك ولا لا. صح. يعني انا دلوقتي لو جالي حد في الرياضه او حد عايز مدرب، طبعا هكون معلوماته قليله جدا ان هو يقدر يقول المدرب ده كويس ولا وحش. صح. بس ممكن يسال اسئله معينه يشوف الرد منها كويستشن ماركس دي، الرد منها لوجيك ولا لا. دي اول حاجه. شكل اللي هو ماشي عليه، النظام اللي هو ماشي عليه في حياته، لو انا متابعه السوشيال ميديا برضو سهلت الحته دي جدا. فبشوف النظام اللي هو ماشي عليه من تمارين ومن شكله انا عاجبني كده ولا لا، وحاسه ان هو حد في ثقه فيه ولا لا. زي ما انت هتروح في اي مجال، رحت اي مجال تاني، رحت اي حته في الدنيا اي مجال، بتسال اسئله معينه للشخص اللي هيديك الخدمه دي، فبتفهم منها شويه من ردوده لو هو حد عنده معلومات حقيقيه ولا هو في اسئله، وفي حاجه ثانيه اللي هي الابحاث. يعني ممكن تبحث طبعا تعرف انه شو التمارين شهادات ايه، التمارين شهادات، وشو التمارين اللي بيسويه للمدرب. لازم اشوف في الانترنت هذه غلط ولا مش غلط. يعني ما يكون الكلاينت حتى هو غبي. يعني انا بعطيني تمرين، ممكن اروح اشوف في اليوتيوب كيف تتسوى تمرين. يعني في مليون فيديو وبيكون معموله بطريقه صح. يعني اي فيديوهات بتكون باليوتيوب اغلبيه بتكون صح، بس التمارين اللي بتكون في الجيم في منها 90% ما تكون صح مع المدرب. صح. يعني سؤال، انا انسان ما عمري ما تدربت وما بفهمش في اليوتيوب وما بعرفش ابحثه. انا انسان امي، جيت عند سلطان حابب اتدرب، بقول لك اخويا انا عمري ما تدربت وحابب اعمل جسم، عندي وزن زائد، شو هي الخطوات اللي لازم تاخذ معاه؟ يعني انا حاببك بس توصل للشخص هذا اللي هو نفس الشيء اللي انا اعطيته الحين، تفهمه انه لما يروح عند مدرب لازم يقول له او يتعامل معاه بهالطريقه هذه. اول حاجه احنا محتاجين نغير نفهم اصلا الشخص ده رايح الجيم ليه. يعني اول حاجه انا بعملها بسال الشخص ده انت اصلا جاي الجيم ليه؟ ايوه ليه جاي الجيم؟ What is your objective؟ أيوة. ليه عايز تيجي الجيم كل يوم وتدفع فلوس وعايز مدرب؟ انا بقول لك انا حامل نفسي نفس هذا المتين، اسالني وانا جاوبك. ايه جاي الجيم يعني ايه؟ والله عايز الكرشه تعبان يا اخويا وبحس نفسي تعبان عايز اخس من المكان. حلو قوي. يبقى اللي احنا محتاجين دلوقتي نزود المعلومات اللي تبقى الوجهه او النظره، مش بس ان انا عايز اخسر دهون، عايزين نفهمه قد ايه ونخليه يحس ويشوف ده ان التمرين هيفرق معاه جدا جدا جدا، عشان دي حقيقه في نومه، في الكواليتي او الكواليتي معناها ايه؟ يعني القيمه القيمه صح، الكواليتي اللي موجوده في الكواليتي اللي هياخدها في النوم، ومجهوده هيبقى عامل ازاي وطاقته هتبقى عامله ازاي اما يبدا يدخل التمرين في يومه او يبدا يدخل الرياضه في يومه. فاول ما يبدا يدخل الرياضه في يومه ويشوف، نبدا احنا نفهمه وان هو هتساعده جدا يكون احسن performance في نومه وفي اكله وفي شغله وفي بيته.
نوري له المزايا دي كمان في التمرين، وان ده هيخس anyway، هو الخسان هيخس، بس مش هي دي الصوره اللي احنا عايزين بس نقف عندها. يعني ما تخليش يركز بس على الخسسان. لا، نفهمه ايوه ان هو قد ايه المزايا، ميزات كثيره، ويبدا يشوفها بسرعه جدا. احاول اوريها له بسرعه جدا، ان هو ينام احسن. صح. يبدا ينام احسن، يبدا صحته هو حس ان هو احسن، يبقى اكتف اكتر لما يصحى من النوم. لانه صراحه مش يعني النتائج البوزيتيف، يعني النتائج الايجابيه مش حتى بالشكل، يعني حتى بالظبط. بالجسم. ودي اول حاجه هيشوفها الاول، يحس. مظبوط. ودي اول ما يشوفها الاول هيبدا بقى يشوف النتائج اللي بعديها ويحب الموضوع. فابدا انا اعمل له هايلايت على الحاجات دي عشان لما يشوفها يعرف ان هي بسبب التمرين. لانه لو ما تسوي هايلايت ما بيعرفها. صح. لو انت ما بتقول له شوف انت نومك تحسن، انت صرتي تصحى بكري، انت صرتي تتمرن احسن، انت صرتي تشيل اوزان احسن، انت تمرينك صار عدل، ما يعني ما في عرفت واش كتفهمني ولا لا؟ بيفهمك. يعني ما في، فهمتي؟ فاهم كل حاجه. اوكي فهمتي؟ انا فهمت مش فهمت. هادو هايلايت. والله هذا كلامه صحيح. صح. يعني انا بالنسبه لي انا بشوف انه بوصل للكلاين انه النتائج اللي حيشوفها الاولى حتكون داخليه قبل الخارجيه. صح 100%. موده هيكون احسن. ايوه. هينام رائي. احسن. صح. وهالاشياء انا عشتها مع ناس كثيره. يعني بقعد معاه بقول له شوف 1 2 3، انت اول ما حتبدا معايا الاسبوع الاول حتصير اول ما بتخلص تمرين حتحس فرحه كبيره طبعا. حتحس انه انت صرت تعمل اشياء ترضى عن نفسك. صح. بعديها حتصير انت بتوثق في نفسك، بعديها حيتحسن نومك، بعديها حتصير نفسك حلو، بعديها الاشياء بيصير كل يوم بيجي بيقول لي بيشوفها. بيقول وبعدين والله هيبدا يقابل والله حركات في يومه هو كان بيعملها وهو تعبان، بيستراجل شويه فيها. اما يبدا يعملها بعد ما يبدا تمارين بشكل كده محترم وتمارين مفيده، فهيبدا ان هو بيعمل الحركات دي بشكل اسهل كتير جدا، وهي متسجله عنده سب كونشسلي، فيبدا يستوعب ان ده كله بسبب الرياضه. صح. وحتى الاوبجيكتيف، يعني حتى لما هو يكون حاب يطلع جسم حلو بتتغير الاشياء هذه عنده. يعني ما بيبقى بس بيستنى انه ياخذ بس اوبجيكتيف جسمه. ايوه بيقول جسمه. خلاص انا في طريق حلو، انا مرتاح. صح. اي وقت جاء الهدف. صح. يعني هنا نتكلم على انه انت لازم لما يجي عندك كلاين مش فاهم حاجه ولسه جديد تفهمه هالنقاط هذه. صح. عشان يغير نظريته، ما يضلش مستعجل على الشكل يتغير او بسرعة. بس تكون ليميتد على الحته دي بس، ان هو شكل يبقى حلو بس، ومش شايف الحاجات التانية اللي هي بتحصل اوريدي بسبب ممارسه الرياضه. صح. الاحساس الداخلي بيكون جدا ليه كل مزايا داخلي قويه وخارجي وكله طبعا. بس اول حاجه بتجي لها اللي هي الداخلي، بينام كويس، بياكل احسن. هو اول ما التمرين بيخش بيغير نمط اليوم كله. سبحان الله، تغير كل شيء والله العظيم. انا بعرف ناس والله العظيم قبل ما يدخلوا التمرين كانوا مش برودكتيف، يعني ما فيهمش انتاجيه. صح 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 صح. فاول ما بيصير يتمرن يدخل الرياضه في حياته بيصير عنده خاطر ابنه، بيصير عنده خاطر زوجته، بيصير صح. في الشغل بيتعامل بروقان. يعني ايوه، عشان خرج نيجاتيفيتي، خرج طاقه سلبيه، وبقى هو صحته احسن وقادر ان هو يدي هنا ويدي هنا ويدي هنا بشكل كويس، بقى عنده صحته كويسه. يعني الرياضه اخويا مهمه، يعني تعمل بالانس في الحياه 100%. اي حاجه. واحد رجل اعمال، واحد سباك، ولا شو تقولوا شو سباك انا ما عرفتهاش. سباك هو ذاك سميتو اللي بيصلح المواسير كيصايب البلومبي. بلومبي. يعني اي واحد يعني مش عنده علاقه بالمهنه او اي شيء. هو للاسف اخويا، يعني احنا كدول عربيه واحنا بندرس يعني في الابتدائي والاعدادي ما عندناش ثقافه رياضيه. يعني احنا عملنا الرياضه، انا بقول لك انا عملت رياضه بس لانه كنت في حي شعبي وكان القوي بياكل الضعيف. لا شو انت هو الحين يحكي على بادي بيلدينج. صح. لا مش بادي بيلدينج، أيوة مش بادي بيلدينج، بتكلم على الاحياء الشعبيه. كل شيء وانا زمان كنا الاحياء الشعبيه كل شيء بيسوي رياضه. شوف في المغرب كل شيء ولكن علاش درتي الرياضه؟ لا كل شيء كيلعب كوره. علاش درتي الرياضه في المغرب؟ كوره كل شيء كيلعب كوره. حيت لعبتي ما كاين ما يدار. واش جا عندك شي واحد تقفك قال لك بان راه خاصك دير كذا 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 باش توصل للمستوى الفلاني؟ لا هذه اللي كندوي عليها انا. ما كاينش، ولكن كل شيء كان كيدير الرياضه. انا بقول لك كيف دخلتني انا الرياضه. انا دخلتني الرياضه بس لانه فتحت عيني لقيت واحد قوي بيضرب واحد ضعيف. ايوه واحد اقوى منك بيعطيك، فانت بدون ما بتفكر تروح تتدرب عشان اكبر جسمي واخلي تكبر وتصير قوي عشان تقدر تعيش.
المغزى من الكلام اللي انا قلته انه لازم تصير في ثقافه رياضيه، لانه أنا مثلا بيجوا عندي ناس مغاربه، انا بتكلم بس في المجال هنا، يعني اغلب ناس بيجوا عندي مغاربه ما بيعرفش شو هي الرياضه قبل سن 35. أو يبدا اول ما يجي له حاجه مضايقاه، وزنه ولا كوليسترول ولا ظهره وجعه، عنده مشكله، عنده ديسك، فبيبدا هنا يركز ان هو عايز. وحتى لما يجي عندك يجي بس عشان فتره يوصل لمرحله وخلاص عشان كده قلنا من شويه ايه، ان احنا محتاجين بس نزود شويه الاويرنس عند الناس ونوريهم الصوره الكبيره من التمارين، ان هو لما يبدا يمارس رياضه موده هيتغير واكله هيتغير ونومه هيتغير. لانه شو انا متفق معي في هذه النقطه هذه، راح نهضر مغربي نتكلم شويه بسط لانه انا متفق معاه في النقطه هذه. عشان انا شو تفكرت الحين، تفكرت انه انا من الصغر بتاعي وانا بلعب رياضه، يعني اصغر من ميشا يمكن من عندي 12 سنه. لا قبل منك انا شحال 8 سنين. شنو كنت كدير 8 سنين؟ لاليت انا درت داكشي ديال شوف الله يطرك كنت كندير انا درت شوف تيكواندو كاراتيه داكشي من ولكن الجودو بديته بعد الكره في سن. انا بحكي لك على بروفيشنال. بروفيشنال لا شوف 8 سنوات عملت تيكواندو كاراتيه، كنا سوينا هذه الرياضات. انا بحكي على ممارسه رياضيه تمارين كل يوم. هذه انا بديت عندي 12 سنه نروح نلعب في الفتح، نروح نتمرن 2 3 ل 4 يعني يوميا. ليش انا قلت له ليش انا متفق معاه في الموضوع نتاع انه ما فيش ثقافه رياضيه؟ لانه انا لما وقفت كره صراحه ما فيش ثقافه رياضيه عندي، يعني مش جا حد عندي قال لي لازم تكمل في الرياضه، لازم تروح للجيم عشان تتمرن، خلاص وقفتي الكره خلاص ما فيش رياضه. لا لانه في ليش تفكرت النقطه اللي تكلم عليها، انه بزاف تاع اصحابي اللي كانوا بيلعبوا معايا كره لما وقفنا كره خلاص كل واحد ما راح في كل شيء وقف، بيخرب جسمه كرش فهمت كل شيء اغلبيه يعني 90%. احنا قلال يمكن اللي كملنا رحنا للجيم خلاص. ومن من السنه هذيك اللي كانت عندي 19 سنه وانا في الجيم من عندي 19 سنه. يعني كيف ما قال هو الثقافه الرياضيه ما كانت عندنا، يعني مش جا حد قالنا لازم تتمرن حتى خلاص ما كملتي في الكره بس لازم تسوي رياضه ثانيه عشان تاخذ بالك من جسمك يعني تاخذ بالك من جسمك. فهمتي؟ هذه انا لوحدي صراحه نقول لك انا كنت محظوظ انه انا كملت، طلعت من الكره حس عندي طاقه كتير، لانه ولفت انني اتمرن، ما حسيت بروحي حسيت براسي بنفسي حسيت بنفسي عندي طاقه لازم افجرها. لما تروح في مكان مختلف خالص صح. مكان وحش. انا لما طلعت من الكوره دايركت رحت للجيم مبين في طاقه. شفت كيف لا شو والله لسه في طاقه والله. انا زي كريستيانو رونالدو لين 40 ما زال نجري ما شاء الله. اخويا انا شوف العمر ما شاء الله انا فتنا 30 وكل شيء وما زال اخويا ما زال. كم عمرك ما شاء الله؟ 36 ما شاء الله. يعني انا ابوكم. انت كم سنه؟ 39. ما تهزرش. ابونا ب3 سنين وانت كم سنه يا يوسف؟ 35 بجد والله احنا مع بعض يعني. انت 89 90 ما شاء الله. انا 88 ما شاء الله 88. انا اصحاب صراحه اصدقائي في المغرب كلهم 88 89 90. هل ديزيدروس 89. تحيه لديزيدروس. فاخويا نتمنى نكونوا غطينا كل شيء. انت شو رايك؟ غطينا كل شيء ما نسيناش ولا شيء في المجال؟ غالبا طبعا اتكلمنا في السكر، يعني ازاي ان احنا نقدر نحافظ عليه، والاكل ايه اللي بيأثر فيه وانا معك فهمت في الموضوع صراحه. صرت بفهم كثير السكر، ونتمنى حتى انتم تكونوا فهمتوا. سي يوسف فهمتي الحمد لله. الحمد لله فهمتي. والله لا شوف والله لا استفدنا معك صراحه شيء معلومات اللي ما كنعرفوش حنايا صراحه، لانه احنا ما متعمقينش في صح. لانه كل واحد عنده الاكسبيرينس ديالو. انت عندك هذا الاكسبيرينس ديال السكر اللي ما عند شي واحد فينا. دونك صراحه استفدنا منك وكنا نستفدوا منك. قبل السكر برضه ما كانش عندي المعلومات دي، كنت بفهم في الرياضه وفي الاكل شويه. عشان كده قلت لك بدل ما يكون مرض عائق صار صح. عندك صح بلاس. الحمد لله. واي واحد بيشوفنا اخويا عنده مرض سكري اعطيه تحفيز اخويا. انت من عندك تقدر والله العظيم جامد جدا وتقدر. انا في حاجه بقولها كده، وي ار سترونج بجد. السكر خلاني قوي. برافو عليك اخويا برافو عليك. في كلمات تحب توجهها للناس اللي عندهم سكر اخويا؟
والله خويا شوف انا بعد ما سمعت خويا سلطان انا بصراحه كنت بشوف السكر بشوف انه يعني مرض بيودي للموت. ايوه قلت لي ده اللي كنت بشوف. بس سبحان الله والله غيرت نظريتي لما قعدت معك وتكلمنا. يا رب. صارت عندي معلومات كثيره صرت بعرف انه مرض السكري هو مرض ممكن التعايش معه اذا عرفت الخطوط الحمراء. صح طبعا. حتعيش نفسك نفس اي واحد عادي 100%. وبس انت بلاس لانه انت بتصير تعرف جسمك اكثر على الانسان العادي. صح. اي حاجه دخلتها لجسمك تعرف دي رايحه فين وحتعمل ايه ولازم تجهز لها سلاح. دخلت كربوهيدرات عالي بتجهز السلاح في ايدك. صح. ما دخلتش والله العظيم صراحه شكرا لك اخوي. شكرا والله. بس انا شايف انه ممكن الناس اللي يمكن اللي عندهم سكر يروحوا على الكيتو دايت. ممكن طبعا ده يعني في احتمال قريب يعني صحي بالنسبه لهم مش هيلخبط السكر. يعني حيخليهم مرتاحين طبعا. يعني من الاخر مرضى السكر يبعدوا من الكربوهيدرات. هي ده الموضوع كله. انا اللي ما بيعرفش الكربوهيدرات تقول لهم شو هم الكربوهيدرات عشان يبعد. المكرونه الرز الارز. أيوة. الرايس. ايوه الرز المكرونه العيش البطاطس. العيش والخبز والبطاطس بس والبطاطا برضو طبعا. بس البطاطا لوجو يعني البطاطا والكينوا لوجو جلايسيميك كاربس فمش وحشه. بطاطا حلوه مزيانه اليوم. فروت. الفروت طبعا حتى لو كميه عاليه انت اكيد طبعا. لا طبعا دلاح سوسو دلاح العنب. الفروتس الكويسه هي مينلي البيريز والفراوله. بيريز صح. لا البيريز عادي. البيريز والفراوله عادي. يعني مرضى السكري بعيد عن كل شو وراه هو بيقول لك انه مرض غالي. شو بيريز غاليين. لو عاوز تاكل فروت اوكي في المغرب رخيص ستروبيري الفراوله فريز. هلا فريز المغرب رخيص. فراوله رخيصه موسمي عندنا ما يكونش سنه موسمي صح. ولكن لما يكون في المغرب جبل ما يهزك ريح والله العظيم لانه موسمي والله درهم ودرهمين شيء رخيص عندنا الكيلو. احنا عندنا بيصيروا يعملوا له ستوك في والله في الفريزر. احنا الوالده بتسوي ستوك في الفريزر او بتسوي كوفيتير بيصير كثير فائد. ما شاء الله. انا بتذكر كنت بشتريه يمكن ب3 دراهم كيلو وشو حلو يعني مش حامض حلو سويت اخويا. شوف المغرب الفاكهه والخضر والله اخويا احسن حاجه. فريز مشماش حب الملوك مزاح. عمرك رحت المغرب اخوي؟ لا بس نفسي اروح المغرب ان شاء الله لازم نوديك اخويا. المفروض بقى عندي يعني اخواتي مغربيين والله لازم معاك ان شاء الله. ويوسف يوديك لمنطقته. فين منطقته؟ الرباط ماشي يا سلام. دول صاروا ارقى مدينه في المغرب. هاي اند صاروا بيقول لك هم النمبر 1 في المغرب. النجوم في المغرب. تشلبوا شكيكو. والله اخويا سلطان صراحه تشرفنا بيك اخويا ونتمنى الناس يكونوا استفادوا معك كثير. المرضى واللي مش مرضى وحتى اخويا يوسف اعطى اسئله حلوه والاخ عبد الرحمن حتى اعطى اسئله حلوه. اتمنى تكونوا استفدتوا معنا وادعوا معنا شي دعوات الخير. الله يسهل لينا كاملين امين. زيد راه بغينا اللهم ارزقنا امين وعافينا اللهم امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين. اخويا الدعوه مزيانين حبيبي اخويا تحيه حبيبي.